اللي بيحصل في الطبيعي ان دايما الناس بتبقى موجوده جوه ماستر مايندز كوميونتي، او اخدوا معايا ورشه لو رجعنا لايام زمان. وبعدين ببتدي لما ابقى محتاج اعمل هايرنج مثلا، فابتدي اعلن عن الجوب ديت جوه الكوميونتي الاول، فناخد حد منهم يشتغل معانا، وبعدين يبتدي معانا شغله، وتنتقل العلاقة ما بيننا من كونها علاقة تريننج او منتورنج او غيره، وتبقى خلاص علاقة شغل وبقينا بنشتغل مع بعض وغيره. وفي اغلب الاحيان بنحاول ننتقي الناس الشاطرة يعني، وبنعمل كده. لكن حقيقة اللي حصل مع ضيفنا النهاردة كان عكس ده. احنا اتعرفنا على بعض اصلا في شغل، ثم بعد كده مش عارف ليه رجعنا لورا، بس هو حصل ورجعنا لورا ودخل ماستر مايندز كوميونتي لفترة، وبعد كده غير الكارير اصلا. فايه اللي حصل؟ هل احنا طفشناه؟ هل الكوميونتي كان سبب في ان هو يسيب الكارير بتاع الكونتنت خالص؟ ده اللي هنعرفه النهارده، وهنعرف الكارير الجديد اللي راح له وايه اللي حصل. النهارده معانا ومعاكم عبد الله بخيت. اهلا بيك يا عبد الله. اهلا بيك يا ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله زي الفل. انت اخبارك ايه؟ والله الحمد لله، نعمه كبيره. الاول عبد الله مين؟ عبد الله مين؟ بيعمل ايه بتاع؟ تمام. عبد الله شاب من الصعيد، اسيوط. تمام. انا اصلا خريج جامعه الازهر. احنا بنصور في اسكندريه، خد بالك. جدا الموضوع صعب بجد. انا خريج جامعه الازهر، كليه اسمها كليه التربيه الخاصه. المفروض اصلا التخصص بتاعي منتشر في مصر هنا باسم دكتور تخاطب او اخصائي تخاطب، اللي هو SLB يعني. ليه علاقه اكتر بعلم النفس والاطفال والاعاقات وغيره. تمام. عبد الله قصه حياته ايه في الماركتنج عموما، مش في الكونتنت او حتى في الكارير الاخير اللي انا موجود فيه وقاعد فيه لحد دلوقتي، اللي هو الSEO. عبد الله بدا الماركتنج من زمان. تمام. طبعا الناس هتقول لي من زمان زي ما انت عندك 24 سنه، عارف السؤال ده هيتسال قوي. ان انا زمان دي، ما هي زمان دي كلمه مطاطه. ما هو من اكتر من 7 سنين. طب ما ده مش من زمان قوي. في ناس بتقول لي ازاي وانت لسه متخرج بقالك سنتين او سنتين وشويه و24 سنه و7 سنين انت ابتديت اصلا من قبل ما تدخل الكليه؟ انا ابتديت من بدري قوي، من اعدادي اصلا. تمام. انا الاول كانت علاقتي بالتعامل مع الناس نسميها ما قبل التسويق شويه، التعامل مع الناس، ان انا من اول حاجات اشتغلتها من بعد 6 ابتدائي كانت في وسط السوق. انا كنت بشتغل في محل في وسط السوق. فطبعا معاملتك في وسط السوق دي تعلمك بقى حاجات كتير جدا، الناس وفئاتها وازاي تتعامل معاهم، وازاي الناس بتضحك عليك، وازاي ممكن تتسرق، وازاي ده كل ده بيعاملك او بيعلمك ازاي تتعامل مع الناس اصلا. حلو. وده انا اتعلمته في وقت قليل. بعد كده دخلنا في مرحله الاعدادي دي، بدانا نعمل مشروع. انا واخويا صغير عاملين ورشه. اخويا اكبر مني ب3 سنين للعلم، بس عملنا ورشه كده. كنا انت اخوك كبير؟ انا واخويا الكبير. انا كنت ساعتها لسه كنت لما انت قلت انا واخويا الصغير في الأول. لا كنت هقول لك اخوك اصغر منك كمان. انا حبيت اوضح ان هو بدا من زمان قوي. انا حبيت اوضح ان هو اكبر مني ب3 سنين. فبدانا ورشه كده صغيره، كنا بنعمل يعني بنزوق عربيات الافراح للعرايس وكده، وكنا بقى بنعمل اشكال جديده وبتاع، مش الورد بس. وده ده اللي كان ميزنا في الاول، ان احنا كنا بنعمل اشكال جديده اصلا ما كانتش معروفه. طبعا الاول ما كانت الناس رافضه الاشكال دي، لكن بعد ما شافوها على العربيات كتير وشافوا شكلها النهائي قبلوها، والموضوع انتشر جدا، وقعدنا شغالين فيه تقريبا 6 سنين مثلا، والورشه دي كبرت ما شاء الله، وجبت معايا ناس تشتغل في الورشه. وبعد كده بعنا اصلا حاجات من الحاجات اللي كنا بنعملها في محافظات تانية. طيب من هنا برضو دخلنا في حته التسويق شويه، اللي هو ما قبل التسويق الاونلاين. احنا بقى في التسويق نفسه. فاهم، احنا عايزين زباين، هنعمل ايه؟ فكانت اول حاجه بالنسبه لنا ان احنا نصور ونشير. وطبعا الفيسبوك زمان دي هتكلم عنها عشان دي في نقطه مهمه قوي. في 2018 وما قبل 2018 لما كنت تنزل حاجه كان البوستات بتاعتك بتوصل، كان الريتش بيجيب معاك كتير قوي. فكنا بننزل وجروبات. انا كنت بقى بنزل على الفيسبوك والحاجات دي، واخويا كنا عاملين كارت كده، بيزنس كارد كده، الارقامنا فيه. احنا كنا صغيرين جدا على فكره، شكلنا
ورحنا طبعنا كده كميه وبتاع، ورحنا للفئه اللي احنا بنستهدفها مش الكلاينت. احنا وقتها كنا بي تو بي، واحنا ما كناش فاهم، انا ما كنتش عارف يعني ايه بي تو بي اصلا. فاهم. فاحنا رحنا بقى لمحلات او المعارض بتاعه تأجير السيارات. تمام. انت رحت شفت ايه، مين بيروح فين الاول بالظبط. يعني احنا مين هيجيب لنا الزباين؟ هو بتاع العربيه. ماشي، مش هو لوحده، ان الزبون كمان اللي بيشترط على المعرض انا عايز كذا، انا عايز العربيه شكلها كذا. تمام. فهو لازم يكون شاف الشكل، فالشكل ده هيشوفه من على الفيسبوك مثلا وقتها او على السوشيال، ودي كانت مهمتي. وهي صاحب العربيه ممكن يعرض عليه، ودي كانت مهمه محمد اخويا الكبير. كان هو اللي بقى بيروح، كان اكبر مني بقى وقتها، كان في ثانوي. تمام. وكان شكله اكبر، انا دلوقتي انا اللي شكلي اكبر. بس فهو كان بيروح بقى يتكلم ان احنا بنعمل كذا كذا كذا. واحنا برضو بصينا للاسعار وقتها، ما كناش برضو نعرف ايه مقارنه الاسعار ودراسه السوق والكلام ده، بس احنا عملناها تعليم ذاتي كده زي ما بيقولوا بالبلد. شفنا مثلا بوكيه ورد بيتأجر بكام، وده سعره كام، وده سعره كام، وهنأجر بكام، والكلام ده كله. وعملنا ده. وطبعا اول بدايه كانت بدايه فاشله، حد ضحك علينا اصلا وخد الحاجه بتاعتنا وقال ان هي وقعت وبتاع، وفي الاخر اكتشفنا ان هي موجوده معايا اصلا، وده موجود في السوق يعني. بس ساعتها ما يأسناش يعني، وكملنا شفنا حد تاني. اول مره عشان ننجح، ودي كانت التست بقى او الجيفت او الحاجه اللي الناس بتقدمها في التسويق هنا عشان تجيب رجل الزبون، زي الكوبون الخصم ولا حاجه كده. كان حد جارنا كان فرح اخته، واحنا عملنا له الحاجه دي ببلاش. الناس طبعا كانت رافضه في البدايه ان نحط الحاجه دي على العربيه وشكلها مش حلو وبتاع. اول ما حطينا الحاجه على العربيه بتاعته او بتاعت العروسه بالظبط، الناس كلها انبهرت. هي كانت ايه الحاجات دي اصلا؟ الحاجات دي كنا عاملين نخلي شكل العربيه بتاعت العروسه كان لونها ابيض. تمام. وكنا عاملينها زي عروسه بالظبط، جايبين لها تاج بينور بشكل معين، والعروسه زي نازل منها كده طرحه كده بشكل معين، فتبين انها عروسه قوي. وكان في شفايف من قدام كده، والفوانيس كان شكل رموش فيها وحاجات. تبقى تبعت لنا. ابعت لك الحاجات دي قديمه قوي. من دي نحطها في الحاجات دي كانت قديمه قوي، نحطها نطلعها للناس هنا. احنا على فكره استنبطنا الصوره دي زمان كان في نت على النت كده صور منتشره كتير، بتلاقي عربيتين صغيرين زي الميني كوبر كده وتلاقي عليهم الشكل ده. فاحنا اخدنا الشكل ده وحاولنا ننفذه يعني بحاجات هاند ميد وكده، وفعلا طلع معانا بشكل حلو قوي ساعتها وقتها. دلوقتي الناس هتقولها موضه قديم وشكله مش حلو، ده طبيعي يعني مع التطور. فالموضوع عجب الناس قوي، اللي هو ايه ده ومين دول ومين عمل الحاجه دي وبتاع. والناس بدات تكلم والتليفون بدا يرن، واحنا كنا عاملين تاج واحد بس، حاجه بسيطه. الناس بدات تكلمنا. طب احنا الحاجه عندنا خلصت، بدانا نجيب حاجات تانية، ماتيريال تانية، ونعمل تانية، والناس تكلمنا تاني لحد ما وصل لمرحله الذروه بالنسبه لنا. كان الموسم بتاع الافراح، احنا عندنا ساحه كبيره قوي في المنطقه القديمه كنا ساكنين فيها. الساحه دي كبيره جدا، كان وقتها كان واقف تقريبا 50 عربيه تحت البيت او ما يقارب من الارقام دي. فده كان حدث في المنطقه اصلا. كانت العماير بقى اللي هي بتاعت الحكومه والمنطقه الكبيره دي في النص، والناس بقى باصه من فوق وناس بتصور وبتاع. فالناس بقى وقتها اللي هو 2 اطفال او مش اطفال بالنسبه، 2 صغيرين، شابين صغيرين عاملين كل ده. وفي بقى انا عارف انت اللي هو الناس اللي هي بتمشي بمبدا الحصه بتاعت الاستاذ، اللي هو دي العربيه في كذا، فدول بيكسبوا كذا في اليوم، فالسنه بتسع. هو في الاخر يومين 3 موسم يعني. بالظبط، هو يومين 3 موسم، وباقي السنه كلها فين وفين لما بيجي لك حاجه. بس المشروع ده ساعدني ان انا صرف عليا، زائد ان انا طبعا كنت بشتغل حاجات تانية جنبه. فدي كانت بدايه التسويق بشكل ديجيتال شويه. وكان في المرحله دي برضو كان في شركه كده منتشره، مش عارف اقول اسمها، ماي واي. بالظبط. فوقتها كان برضو انا اصلا خالي في تاجر يعني، بياخد من المصانع وبيوزع فكان برضو وقتها اشتغل مع ماي واي، وكان بياخد كميات كبيره قوي يعني، فاهم؟ كنت بنزل اشتغل معاه وبتاع. بس انا ما كنتش حابب الموضوع ده. ليه؟ ان هو سيلز. تمام. بس انا مش من زمان مش حابب حته الرفض قوي. عارف انت حته الرفض، ان انا اروح لحد في مكان مش مستعد ان انا ادخل عليه فيرفض. فلا، انا من زمان ما حبيتهاش. بس اشتغلت معاه فتره، وكنت باخد انا بضاعه وانزل اوزعها لوحدي. تمام. سواء في ماي واي او حتى في الحاجه الثانيه اللي كان بيتاجر فيها كنت بنزل معاه. فهمت. تمام. فده برضو علمني شويه حاجات ايه في التسويق الاوفلاين. وبعد كده كان في شركه تانية بتاعت هدوم، كنا بناخد هدوم وبنسوق لها وكده. فبرضو دي بدايه التسويق ومعرفته فانت اصلا عرفت الموضوع من الحته دي. وبعد كده اللي بدا يعرفني التسويق فعلا هو الخازوق اللي كانت واخداه مصر كلها، وما زالت في ناس بتاخده لحد دلوقتي، اللي هو التسويق الشبكي.
قعدت على ترابيزه ورسم لك شجره. بالظبط، قعدت. واللي دخلني واحد صاحبي اصلا كان بقالي كتير ما شفتهوش من زمان. ايوه هو ده. هو فاهم. ده. وظهر بقالك كتير ما شفتوش. وظهر مره واحده، تقعد على الكافيه، قعدنا وبتاع. تشتغل في التسويق وانت اصلا فاهم التسويق ده اللي انت كنت اللي انا كنت بعمله بقى، فاهم. لا ده دخل ده حاجه تانية. تعالى بص انت 2 وهتجيب 2 من هنا و2 من هنا، وتشرب ايه وتشرب ايه، وفي الاخر تدفع اللي انت شربته وانت خارج. بالظبط. فاهم. لا بقى وقتها اللي كان قاعد معانا ده هو اللي دفع بقى، وباين ان هو باين زيه وجايب البدله وبتاع، وكان متقمص الدور قوي. انا قعدت قعده زي دي. انا هقول لك على حاجه، كل الناس قعدت، اغلب الناس قعدت، ان هي كانت وقتها كانت طفره. وانا بعد ما قعدت دورت في الموضوع، كنت عارف ان هو نصب، او كنت عارف بس مش مقتنع. عارف انت الناس كلها بتقول لك نصب وبتاع، بس انا لا، انا مش مقتنع، عايز ادخل اشوف الناس دي بتعمل ايه. تمام. ودخلت معاه. انا كل هدفي في الموضوع انا عايز اعرف الناس دي بتفكر ازاي. انا خلاص عرفت ان هو نصب، وحطيت في موقف ودخلت ناس صحابي وبيطالبوني انا بالفلوس. هو الموضوع بقى في الاخر انت هو بيدفعك فلوس في الاول، بيخليك تشتري حاجه انت مش محتاجها، او حاجه انت مش محتاجها. والهدف عشان ترجع الفلوس اللي انت دفعتها دي انك تجيب ناس تانية، تشتري الحاجه اللي هم مش محتاجها وهم مش محتاجينها. بالظبط. فتبتدي الايه، العجله تدور، كاننا بنسقط الكوره لبعض. بالظبط. والمهم ان يبقى في حد شايل الكوره. لو انا اقول لك ايه، ده كانوا بيعملوا ايفنتات اسبوعيه بقى، وكنت تروح هناك ويردوا على الاسئله اللي الناس بتقول لك عليها. لما تقول لهم انت نصاب، يقول لك انا نصبت في ايه. عارف اللي هو كل سؤال حد بيقول لك بره هم هيجاوب عليه جوه. على فكره هو انا ببقى مقتنع ان اوقات بيظبطوا شكل الموديل بان هو ما يبقاش هو انت في الاخر اشتريت. هو في الاخر هو في الاخر ما نصبش عليك، منطقيا ما نصبش. يعني على الورق كده، هل هو خد منك فلوس اخد منك فلوس من غير ما يديك برودكت؟ لا هو ادالك برودكت او ادالك سيرفيس. وفي نفس الوقت صاحبك اللي انت دخلته المصيده ده هو في الاخر اخد برودكت هو كمان. ما هو بالظبط. بس الفكره ان لا انت محتاج البرودكت ده ولا هو محتاج البرودكت، وانتوا داخلين علشان تشتغلوا. طب فين الشغل ده؟ ان احنا نلبس الناس طواقي بعض. بالظبط. هو بقى مش هيوقع ناس اكتر كل ما توقع ناس اكتر في المصيده وتديهم حاجه اللي هم مش محتاجينها. لا اقول لك على حاجه، هم يعني اذكياء جدا يعني. وانا الموضوع ده كان عاجبني قوي، ان هم انتوا ازاي عرفتوا توصلوا كميه الناس دي. فعشان كده كنت عايز اقعد وسطهم او اجي واشوف هم بيعملوا ايه. لقيت ان هم على فكره بيذاكروا ازاي يقنعوك. ايه الفئه اللي بيستهدفوا؟ هم بيستهدفوا فئه الشباب اللي هم الصغار سنا اصلا، من اللي هم في ثانوي وانت طالع، اللي هو بقى حد عايز يبني حياته وعنده حماس. لما اقول له تعالى بص على عربيتي، ولا تعالى، عارف شفت انت الاعلان بتاع اولون تريد بقى شفت العربيه بتاعتي انا جبتها من التداول. هو نفس الحوار، شفت العربيه بتاعتي انا جبتها من تسويق من فتره في بدايه فيديوهات الاي اي كده كانوا جايبين محمد صلاح انا استخدم لا والله هم فعلا كانوا بيعملوا كده. هم عارفين الناس بتفكر ازاي، هم دارسين علم نفس، عارفين الناس بتفكر ازاي وايه اللي هيتقال، وبيبداوا يردوا على الحاجه دي، بحيث انت لو بتفكر بطريقه منطقيه انت مقتنع، ولو بتفكر بالمشاعر هو بقى بيلعبها صح. لدرجه ان انت في الايفنت يشغل لك كده موسيقى انت ما تحسش بيها اصلا، هو بيتكلم ويكلمك بستوري تيلينج. وانا مش عارف بعد ما وقع وبتاع يقول لك انا اصلا كنت عايز اخش بينهم عشان افهم الناس دي بتعمل في ايه، انا عايز اعرف. لا ما انا قلت لك الناس الاول قالت لي نصب، واخويا قال لي، وناس كتير دخلت وبتاع. قلت لهم ماشي، انا عايز ادخل، عايز اشوف. فاهم. انا كنت وقتها مقتنع لا انا هشتغل وبتاع، بس في حاجه نصب في دماغي. فاهم. بس انا عايز ادخل اشوف انا ايه العالم ده اصلا. العالم ده بالنسبه لي، عارف انت لو انت دخلت النت جديد في بيتك مثلا، فانا عايز اشوف بقى الدنيا دي، الناس دي بتفكر ازاي الناس دي اقنعت الاف من الناس ويمكن ملايين. انا ما اعرفش وصل العدد ده، بس تقريبا مصر كلها شبه يتقال فيها الموضوع ده. فاهم. فلقيتهم لا بيدرسوا وبيحضروا وبيذاكروا ده هو كل المجهود ده في حاجه هي اوريدي في الاخر في منظور الناس كلها نصب. اللي هو انا مش محتاج البرودكت ده، بس هو في المنظور القانوني هو مش نصب. هو انت واخد مكان الفلوس اللي دفعتها، واخد اي حاجه. في شركات كانت بتبيع هدوم، كنت بتاخد هدوم ملهاش لازمه اصلا. في ناس كانت شركات تانية بتبيع رحلات ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. وهنا بقى هي بدايه الرحله بتاعت التسويق الاونلاين اللي بجد، اللي هو لما جيت وسافرت هنا القاهره. وقتها كنت صغير وما كانش معايا فلوس اسافر، فاهمني. وكانت مرمطه كبيره جدا، والناس اللي دخلت معايا كانت بتكلمني انا، وقلت لهم انا زيكم اصلا، سيبوا عليا انا عايز فلوس يعني الحاجه ما بترجعش. فاهم. وفي كمان هم كانوا مدينك عقد، وانت بتقرا العقد في بنود ان مفيش حاجه بترجع اصلا طالما انت دفعت الفلوس. تمام. فهي دي كانت البدايه بقى بتاعت الموضوع كله. ومن وقتها بقى دخلت حته التسويق.
جيت بعد فتره بعد ما خلاص سيبنا الموضوع ده كله. انت عارف كل ده بيحصل امتى؟ وانا كنت لسه في ثانيه ثانوي داخل ثالثه ثانوي اصلا. داخل ثالثه ثانوي اصلا. بعد كده اشتغلت فعلا في شركه تانية ليها علاقه بالتسويق برضو، وهي في اصلا في البدايه اصلا هي تسويق شبكي برضو، بس ما كانوش بقى شغالين بطرق الناس دي كلها. دي اصلا شركه كانت امريكيه وقتها، وكنا بنبيع برودكت مش بندخل حد، تمام؟ بس انت لو عايز تدخل ناس معاك في التيم عادي يدخل ويشتغل ويسوق للبرودكت ده فيها ريفيرالز، لكن بالظبط ما فيهاش حته ان هو يدفع حاجه قبل ما يشتغل. ما فيش حاجه اسمها يدفع عشان تشتغل. انت في الاخر انت هتشتغل هتبيع بالعموله بالظبط. انت شغال مسوق بالعموله بالظبط. كان بيحصل. ولو حد عايز يشتغل معاك من طرفك تعالى، وانت بتاخد نقاط بقى وناخد كوميشن على حتى المبيعات اللي هو يبيعها. وده كان حلو جدا وقتها، ان هو طبعا جيت من اقصى الشمال لاقصى اليمين. وقتها برضو ما كنتش مصدق ان هو برضو واحد صاحبي جالي وكده. صاحبي ده انا كنت عايز ادخله معايا الاول، مش فاهم. فهو قال لي لا سيبك من كل ده، انا اشتغلت فعلا وبتاع، وانا خدت كوميشن والكوميشن وصل لي وما دخلتش حد، وبعت برودكت والبرودكت جايب نتيجه مع الناس، ان هي كانت حاجات ما فيهاش كيميكال وكده، والناس بتشتريها والناس يعني بتدي فيدباك منها كويس وبتاع. ودخلت جربت. كانت اول تجربه ليا بيع برودكت اونلاين في الشركه دي. كان صاحبي اداني تليفون ودخل يعمل عمليه، انا مسكت تليفون اشتغل. اللي هو بقى كنا بنعمل ايه قبل الادز بقى، اللي هو الحاجات الاورجانيك، ان انت تعمل بوست وصوره وتنزلهم وتدخل على الجروبات مثلا في دول الخليج او كده، الجروبات اللي بيبقى فيها ناس كتير والكلام ده، وتبدا تشير البوستات دي والناس تدخل تسالك ايه البرودكت ده، طب ايه سعره، وانت تحاول ايه تكلمهم بالتكست وكده وتقنعهم. فيش بيزك سالري بتاع انت في الاخر كوميشن وشكرا على كده ولا اي حاجه. انت كل اللي بتعمله انت خلاص انا عايز اطلب البرودكت ده، ماشي احنا محتاجين الاسم والرقم والعنوان، بيبعتهم لك، تبعتهم في الجروب، اول ما بيوصل بتاخد الكوميشن بتاعك. ايه بقى الوقت اللي خلاك تروح فيه للديجيتال ماركتنج بتاعنا العادي اللي احنا عارفينه دلوقتي ان احنا عايزين بقى، احنا كنا بنشتغل بناخد كوميشن بس بنشتغل اورجانيك، فاحنا بنعمل مثلا مبيعه كل فين وفين، مثلا مبيعه في اليوم، ممكن بعد كده ايام تعمل 3 4 مبيعات، مثلا 3 4 برودكت مثلا. طب احنا عايزين نكبر التيم بتاعنا ونجيب ناس تاني، وفعلا كبرناه وجبنا ناس تانية تشتغل. لا برضو نسبه المبيعات بتاعتنا عايزه تزيد. فانا قلت لصاحبي تعال نعمل اعلانات، يعني في حاجه اسمها اعلانات تعال نتعلمها ونعملها، تمام؟ قال لي لا ده المانجر بتاعنا جرب قبل كده وبتاع، وقال لي ان هي رمى فلوس في الارض. طب ليه ومش ليه؟ وقعدنا فتره اكتشفنا ان الناس اللي بتعمل بقى التارجت والحاجات دي كانوا بياخدوا بقى جنيه ذهب، كان ياخدوا مش عارف ايه، كان ياخدوا الهدايا دي. كان المسؤول عننا كلنا كان بيعمل الحاجات دي. وعلى فكره الموضوع ده انا استنبطته بعدين، انا حتى لما عملت تيم وكده كنت بعمل هدايا وبونص وكده. فاحنا عايزين بقى نوصل الحاجات دي. ده في ناس بتاخد شيك بالاف الدولارات واحنا ما بناخدش وبتاع، احنا بناخد 50 ريال 70 ريال. وقتها كان رقم برضو، يعني الكوميشن كان رقم. فتعال نشوف الاعلانات، تعال نبدا. احنا طبعا ايه ما عندناش لابتوب، احنا برضه بنشتغل بالتليفون. حلو. انا عايز اقول لك على حاجه. انا التليفون اللي وقتها اللي كنت شغال بيه كنت وصلت لمرحله فيه هو خلاص ضايع. انا بدوس على زرار الواتساب واسيبه مثلا، اقوم اعمل كوبايه شاي ولا حاجه وارجع منه ما يفتح. ما كانش فيه رامه تقريبا، يعني فاهم ده بجد. والنقله ان انا جبت بعدها تليفون اوبو اف 11 وقتها كان نازل وعامل قلق وكده وكان غالي. جبت يعني لميت فلوسه بالعافيه، وللامانه كان معايا نص المبلغ ووالدي خدت منه نص المبلغ الثاني بعد عذاب طبعا ومعاناه، ما فيش فلوس تطلع بالساهل. برضه الماديات مش احسن حاجه، ورديت له الفلوس بعد كده. فجبته بقى التليفون. على فكره التليفون ده لحد النهارده قاعد معايا بقاله اكتر من 8 سنين وزي ما هو جديد، وبعتز بيه جدا وفخور بيه جدا يعني. وعلى فكره كان معايا لحد السنه اللي فاتت لما كنا صورنا بيه. فالمهم بقى جبنا بقى التليفون واشتغلنا. لا احنا عايزين لابتوب عشان نعمل اعلانات، ما ينفعش نعملها من التليفون. فطب هنجيب لابتوب مين؟ خلاص نشتغل اكتر، تمام. لحد ما صاحبي عرف يجمع فلوس خلاص جاب اللابتوب. تعال ناخد كورس. طب ندور فين؟ وبدات العجله من هنا بقى الدور، اللي هو طب هو ياخد كورس، طب تعالى اشرح لي، طب تعالى نرفع اعلانات. بعد كده عرفنا موضوع وقتها ما كناش نفهم يعني موضوع القصايم حلال ولا حرام، بس في قصايم فيسبوك بيديها لك مجانيه، $50 ترفع بيهم اعلان وبتاع. طب تعالى نعمل اعلان مثلا $100 مش عارف ايه والحاجات دي. ودي كانت البدايه بقى بتاعت الاعلانات. وطبعا احنا كنا بنكتب بوستات فتعلمنا كوبي رايت، تمام. وانا عشان كنت في الازهر وعندنا بقى نحو وصرف وعربي فاهم، فاكتب يا عبد الله شويه فوتوشوب من على البرامج بتاعت التليفون دي، فاهم، اللي هو تعالى نعمل صوره واحد تخين وواحد رفيع مش عارف ايه قبل وبعد، تعالى ناخد مثلا حد بعت لنا مسج بيشكرنا فيها ناخدها ننزلها، فاهم. فتعلمنا بقى شويه سكيلز حلوه كده.
اللي هو واحنا عاملين نخبط، واحنا عاملين نخبط، احنا مش ماشيين باي بلان، مش فاهمين اي حاجه، احنا بس بنخبط، بس هو تسويق، بس احنا بنخبط نحاول نفهم. تمام. وفضلنا ماشيين حلو قوي وبنكبر، وانا جبت معايا ناس وكنت بادرهم وبقول لهم يعملوا ايه، والمنتج ده سعره كام والمنتج ده سعره كام. فكان الموضوع لذيذ قوي. كان معايا تيم بقى، وانا في ثالثه ثانوي وتيم ليدر، اللي هو ازاي يعني اصلا معايا 5 وصاحبي كان معاه 12 ومشغل ناس من فلسطين ومشغل ناس من بره مصر وبتاع. كان الموضوع وقتها كان في فلوس حلوه، كان عامل فلوس حلوه. جميل. فاهمني. لحد ما ايه بقى وصلنا للكورونا. ساعة الكورونا بقى الدنيا كلها ريحت، محدش بيطلب اي حاجه، محدش بيتحرك من بيته اصلا. فضلتوا شغالين الشغل ده كله لحد 2020. ولحد ايه بقى، احنا برضو اللي خلانا نفكر في الاعلانات لما قلت لك هفكرك بيها 2018. بعدها لحد اخر 2018 بدايه 2019 جوجل هنا فيسبوك هنا عمل ابديت بالمعنى المختصر كده الدارج، اللي هو انا مش هظهرك لما تدفع، اعمل اعلانات. يعني انا كنت انزل بوست الاول يوصل ل 500 لايك و600 لايك ويوصل طبعا امبريشن كتير للناس وتشوفه وبتاع. دلوقتي لو نزلته ما فيش غير اخوك يشوفه، ده لو عدى قدامه اصلا بالصدفه. فادفع بقى عشان نشوف. وده بقى دي كانت الحته الخطوه اللي خلتنا تعالى نعمل اعلانات بقى عشان نظهر ونبيع. احنا بطلنا نبيع او المبيعات قلت، فين التارجت والكلام ده كله. تمام. فاشتغلنا بقى لحد الكورونا دي. ووقت الكورونا بقى الدنيا بقى ريحت خالص، ما فيش مندوبين بتطلع توصل، الناس كلها في بيوتها. السعوديه والخليج كله قافل، مصر هنا قافل، كله في بيوته، العالم كله مرعوب، الدنيا واقفه. مع ان في مجالات تانية طلعت طلوع غريب في وقت الكورونا ده. فكرة التسويق اصلا انا عايز اقول لك الشغل الريموتلي طلع في الوقت ده. بالظبط. مصر ما كانتش تعرف يعني ايه ريموتلي اصلا. انا شاكر للكورونا والله على نعمه الريموتلي اللي طلعتها. طب خلي بالك عشان دلوقتي نزلت اون سايت، سبت الريموت ونزلت اون سايت. ما نزلتش كتير يعني. انا نزلت، انا حب برضه التجربه. انت نزلت؟ انا حاليا في شركه اون سايت دلوقتي، بس يعني حتى الان يعني فاهم لسه مش في البلان الجايه. فوصلنا بقى لحد الكورونا هنا. اوكي. وقت الفتره دي انا كنت بقى بكتب بوستات وبتاع، وبدات برضه يعني ايه اكتب بوستات طويله شويه شبيهه بالمقالات وكده. وقت الكورونا كنت لسه في اولى جامعه، خلصت سنه اولى طبعا بقى ابحاث وامتحنا حاجات، رحنا امتحنا ومشينا ومش عارف ايه وكلام. دخلنا على سنه تانية كليه. دي هي الفيصل في حياتي، هي اللي عبد الله قبلها كان شيء وعبد الله بعدها كان شيء تاني خالص. وكان من موقف بسيط. كان عندي حد قريبي عنده جلطات في المخ وكده، فكان عاجز. فجيت في مره كنا بنوديه للدكتور وبنطلعه السلم علشان خاطر بنشيله، طبعا بنطلعه السلم عشان خاطر ايه يكشف وكده. فابنه بيشيل من تحت وانا بشيل من فوق وكده، وكان معايا برضو حد تاني قريبي. فابنه اتشنقل كده وكان خلاص يعني الراجل كان هيقع على السلم، كان هيموت في لحظتها. فطبعا انا رحت موطيه غلط كده، ورحت شادد الراجل ايه وسحب. نزلت سمعت فرقعه في ظهري، ما قمتش تاني. وقتها بقى هي دي اللي جات لي او جالي انزلاق غضروفي. وقتها بقى دقت طعم العجز بقى. انا قعدت 6 شهور مش بتحرك من السرير، كل حركه بألم، كل تقليبه بألم، قعدتي لوحدها فيها ألم. تمام. فاللحظه دي حياتي وقفت فيها. واللحظه الاكتر اللي حياتي وقفت فيها وفعلا طريقه تفكيري اتغيرت 1,000,000%، هي اللحظه اللي انا حسيت فيها في العجز بجد. وقتها كان اهلي بره، وانا كنت محتاج ان انا ادخل حمام. تمام. ودي اصعب ما يكون. فطبعا انت قاعد ماسك نفسك بقالك كتير وانت محتاج تدخل، وانا نايم ما بيقوموني بيسندوني عشان خاطر اروح هناك. محتاج حد يقلعني، ومحتاج حد يلبسني الهدوم، ومحتاج حد يساعدني وكده، ومفيش حد. طبعا انا قمت حاولت طبعا انا كل حركه بعيط وبتألم فيها. فقمت على السرير وبسند على الحيطه ورحت وكده لحد ما دخلت الحمام فعلا، وقفلت باب ودخلت وقعدت. القعده نفسها فيها ألم، الفكره مش في القعده. قعدت ما قدرتش تقوم، ما قدرتش اقوم، وطول ما انا قاعد بتألم اكتر. ولو قمت وجيت انا احاول اقوم مره واحده كده من القعده دي، ألم لا يحتمل. تمام. فوقتها انا كنت قدامي اختيارين: يقعد زي ما انا واستحمل الألم ده اللي هو اقل من الألم ان انا اقوم وافضل اعيط عادي واصرخ واستنى حد يجي يساعدني اصلا، وطبعا ده ما كانش هيحصل غير بعدها بكام ساعه، ده لو حد جه اصلا بعد كام ساعه. يا اما ادوس على نفسي اكتر واتألم اكتر واقوم. الفكره ان انا اخترت الاختيار الصعب، ان انا قمت
بس انا مش عارف ارفع هدومي، مش عارف اوطي ارفع هدومي. تمام. فوقتها بقى انفجار بقى من العياط والاحساس بالعجز الرهيب، اللي هو انت حتى مش قادر ترفع هدومك، انت مش قادر تدخل الحمام، مش قادر تساعد نفسك. طبعا فضلت احاول بكل الطرق لحد ما ايه الموقف ده عدى واتخطيته نفسيا، بس ما خطوش لحد النهارده ان انا لسه متاثر بيه. بس وقتها تفكيري اتغير. ما هو يا اما انت تفضل مكانك وتستنى حد يجي يساعدك، وده مش هيحصل، ولو حصل هيبقى بعد سنين كتير او بعد فتره كبيره جدا، يا اما تتحمل الالم وتدوس على نفسك وتحاول تغير نفسك. وقتها خلاص لا، انا لازم اتغير، انا لازم اعمل حاجه. اللابتوب اللي كان صاحبي مشتريه، انا كنت قبل ما تحصل لي الاصابه دي انا كنت مشتريه منه على طول. حطيت اللابتوب على رجلي وانا كنت وقتها لسه مش بقوم، وبدات ادور على كورسات اونلاين. انا لازم اتعلم اي حاجه وكل حاجه، لازم اتعلم، انا عندي شراهه التعليم. وقتها اول حاجه جت في وشي كانت منحه يوداستي، منحه وزاره الاتصالات، كانت لسه طالعه جديد، انا كنت تاني دفعه تقريبا، وكان فيها ثلاث حاجات او 3 اقسام بالظبط، هما التسويق والبرمجه وكان الداتا انتري وقتها. وانا بما اني اشتغلت في التسويق وكنت بكتب كونتنت وبكتب الحاجات دي كلها، فتعال ناخد التسويق. فبدات ادخل عليها. طبعا هي الليفل الواحد كان بياخد 3 شهور، انا الليفل كان بياخد معايا 3 ايام. يعني اول خلاص بقى انا قاعد فاضي وحاطط اللابتوب على رجلي 24 ساعه، ما بعملش اي حاجه غير ان انا بذاكر، ولو في تاسك ولا حاجه بعمله ببعته، وهم كانوا بيردوا وقتها بسرعه جدا، كان العدد قليل اصلا، فكانوا بيردوا بسرعه جدا على تصحيح التاسك. فانا كان يجي لي الكومنت فكنت اعمله واترجم، طبعا كان كله بالانجلش تمام، فكنت اترجم جوجل بقى ترانسليت وبتاع وابعت تاني، ولحد ما ايه خلصت الليفل الاول. بعد كده رحت دخلت في الليفل التاني، اخدت فيه 7 ايام. بعت بقى في الكوميونتي اللي كانوا عاملين البوست بتاعي، تقريبا اكبر بوست جاب تفاعل في الكوميونتي كله يمكن لحد النهارده دلوقتي. تمام. اللي هو انت ازاي خلصت 7 ايام يا جدعان؟ خلصت ايه؟ بس وقتها اكتشفت بقى ان انا كلامي مؤثر شويه، ليه؟ ان انا كتبت بوست حلو وخلصته مع شويه بهارات بقى، وانا بعرف اكتب حلو، فالناس بقى اتفاعلت على البوست ما شاء الله ومش عارف ايه، والستوري حلوه والكلام ده كله. وطبعا في الكورس ده كان في جزء الاي سي يو وكان جزء الكونتنت تمام. واشتغلنا في ايه؟ بدات بقى اكتب في المقالات وكده. طب انا عايز انا وقتها كنت محتار بين 3 مجالات برضه. انا وقتها اتعلمت واخدت فيه خبره شويه مونتاج الفيديوهات، واتعلمت مجال الكليه بتاعتي اللي هو التخاطب والاطفال والتسويق. والتسويق كانوا قدامه اقسام كتير، طبعا اعطيت كل فرصه فيهم عشان الحته دي مهمه قوي، اللي الناس تقول لك انا عندي كذا حاجه امشي في ايه، انا محتار. فكان الحل ان انا تدي فرصه لكل واحده، ادي لكل واحده فيهم. فانا كنت خلاص قررت ان انا هدي فرصه لكل واحده فيهم من 6 شهور لسنه تمام. بس خدت ورقه وقلم كده حسبتها منطقيه من عمر انا كنت بوزع من عمرك بس انا ما كملتش. انا حطيت مثلا المونتاج 6 شهور وبتاع، بعد كده في الاخر اكتشفت ان المونتاج ده محتاج لابتوب امكانياته اعلى من اللي معايا وكده، وانا ما فيش امكانياتي مش هتوديني خلاص دلوقتي، مش هتوديني خالص للموضوع ده. مع اني بدات وجبت ماتيريال، وكان وقتها كان التيك توك طالع، فكنت عامل نفسي ماتيريال، كنت بطلع اكتب محتوى سكريبتات بقى واصور نفسي واروح اخدها منتجها واجيب فيديوهات فري والزقهم في بعض واعمل فيديو كبير والكلام ده. اتعلمت يعني، بس طبعا كنت بعاني مع اللابتوب اللي كان معايا وقتها. فقلت لا خلاص. واللي كان مشجعني على ده واحد صاحبي مصور، يعني هو مصور اصلا، مصور عرايس كده، وعايز حد برومو معاه وعايز حد، فعمال يزقني بقى في الحته دي. ومجال الكليه عندي واحد تاني صاحبي برضه عمال يزقني في الحته دي، فبقيت بقى اخد مسكنات عشان اعرف اتحرك وانزل في مركز اعمل. اول حاجه نزلت التدريب في مجال التخاطب وكده، وفعلا المركز وقتها قال لي تعالى اشتغل معانا، وقعدت معاهم فتره. وبعد كده بدات ادي جلسات تعديل سلوك اونلاين، واديت حصص وقتها الناس قرايبي. برضو ما جاش معايا المجال ده خالص، ان انا بصيت وقتها للسقف، انا هوصل لايه اخر حاجه. فركزنا بعد كده على التسويق. طب يا عبد الله انت عايز تشتغل في تسويق اعلانات؟ طب انا الاعلانات كنت بشوف بقى موضوع القصايم والناس اللي بتسرق والناس اللي بتعمل اعلانات بفيز مسروقه وبتاع، وانت بتنافسهم وانت عايز تنافس شرعي ومعكش فلوس تعمل اعلانات، فلا مش جاي معايا سكه تمام. مع اني يعني عندي خبره فيه ايه بسيطه. اوكي. لقيت بقى اشيك مجال فيهم ايه؟ كان الاي سي او، اللي هو مجال اللي بتتعامل في جوجل. وانا من زمان بقى كان نفسي حد يدور عليها في جوجل يكتب عبد الله بخيت يظهر له، للعلم هي بتظهر دلوقتي بس بالانجلش. وبعدين بخيت اصلا تتكتب باكتر من طريقه. لا سيبك من كده، عبد الله نفسها في ناس بتكتبها عبد الله اصلا بالاي وباليو بالظبط، فاهمني؟ انت ربنا معاك. فاهم.
لا ودلوقتي انا معايا الدومين اصلا بتاع الويب سايت بس لسه بيجهز يعني. وانا اكتشفت ان في روائي سوداني اصلا اسمه عبد الله بخيت تمام. وده اصلا لو كتبت بالعربي بالانجليزي بيطلع لك، فاللي هو بينافسني في اسمي. فده كان اشيك مجال بالنسبه لي. طب انا عايز ادخل. طبعا انت عشان تدخل طبعا في منحه تيست كان في جزء سيو وكان في جزء كونتنت وكان في جزء من كذا الفروع الثانيه بتاعه التسويق. فانا كنت فاهم بقى وفاهم موز وفاهم الكيورد وفاهم الكلام ده كلها، وانا اوريدي كنت بكتب بقى كونتنت وقتها تمام، سواء بوستات او مقالات كده قصيره مع نفسي او الكلام ده. حتى المنحه كانت بتخلينا تكتب مقالات كنا بنعملها بقى على بلوجر والكلام ده. فلقيت الدخله لايه، انا عايز اتعلم سيو وعايز اكتب بقى وعايز امسك ويب سايت واشتغل عليه وبتاع. طب انا ادخله ازاي؟ اتعلم كونتنت تمام، سيو كونتنت بقى. البدايه بقى ان كان لقيت منحه. انا كنت طبعا بدور بقى على اليوتيوب اكتب سيو اكتب كونتنت متوافق مع الموقع ازاي، والاقي ناس حد عامل فيديو وبنوته كانت وقتها عامله فيديو برضو ومش عارف ايه ومعلومه من هنا ومعلومه من هنا على الحاجات اللي كانوا عاطيها لنا في المنحه وكده. خلاص انا عندي النولج بقى، عندي المعرفه. كنت اصلا حد اصلا اللغه عندك كويسه وخريج ازهر فالدنيا بالظبط. انا كنت الفيه ابن مالك كانوا مطلعين عينينا فيها يعني تمام. وبلاغه وبتاع، فاستغليت الموضوع ده قوي. وانا كنت بحب من زمان الكتابه يعني. انا كنت بلخص حاجات كتير وبكتب قصص صغيره كده بتاعت الاطفال، كنت بجرب مع نفسي. فخلاص تمام يعني يلا بينا نشتغل. طب احنا عايزين نكتب كام حاجه كبورتفوليو. طب يعني ايه اصلا بورتفوليو؟ فاهم يعني ايه اصلا بورتفوليو؟ انا ما اعرفش تمام. فاكتشفت ان هو لا، بورتفوليو ده اللي هو سابقه اعمال ليك، لازم تعرضها للناس عشان الناس تشوف شغلك علشان خاطر يتعاقدوا معاك وتشتغل. طيب ابدا ازاي مش عارف ايه. لقيت منحه تمام، حد كان عاملها كده. المنحه دي اتعلمت منها SEO واتعلمت منها كونتنت. هو وقتها كان بيستغلنا عشان يقوم الويب سايتات بتاعته. هو كان بيعمل ويب سايتات، يا تعالوا يا جماعه نعمل منها. مش هقول لك بيستغلنا قوي، هو بيستغلنا في الحته دي، بس احنا داخلين وعارفين ان هو بيستغلنا عشان نتعلم. هو في الاخر هيدي لك زي تريننج، بيختار ناس كواليفايد انف انها تكتب المقالات على الويب سايتس بتاعته ديت بالظبط. فانت تستفيد وهو يستفيد هو هي وجه الخلاف في الحته دي. بس هي على فكره صح جدا، بس وجه الخلاف في الحته دي ان هو كان المفروض ايه، انت الناس بتشتغل معاك تديهم بوكيت ماني او تديهم حاجه بسيطه حتى لو 200 جنيه يعني او ما تديش وقول لهم عادي، مش او يعني من البدايه قول لهم يا جماعه انا عندي ويب سايتات كذا وانتوا عايزين تتدربوا وبتاع، فتعالوا اتدربوا عندي فتره او انا هدربكم. طالما العلاقه واضحه ما بقاش في مشكله. بالظبط. انا مشكلتي بقى كانت في موضوع ان هو عدم الوضوح تمام. بس ما انكرش ان انا اتعلمت. اصلا كان في وقت كبير، وقت كده يعني كان في هوجه من الانترنز بالظبط. الوقت ده كانت اي حد عايز ناس تشتغل هات 3 شهور انترن ماشيهم. عايز اقول لك لحد دلوقتي موجوده الشركات بتعملها. يعني قلت كتير. لا موجوده في القاهره ما شاء الله يعني. الشركات لسه متبنيه الموضوع. بس دلوقتي بيقول لك ايه، تعالى اشتغل معانا او انترن مثلا 3 شهور وهديك فلوس بتاع مبلغ طبعا ميت جدا واسحلك معايا شغل. في الا ما رحم ربي الناس بتعلمك فعلا بتتعلم معاهم، وفي ناس لا انت بتاخدك بتشيلك طبعا 3 شهور. لو المفروض الناس الكويسه المفروض شافت حد كويس فيلا كمل، ده المفروض تمام. لكن ما بيحصلش كتير. بس دخلنا وانا اتعلمت للامانه، اتعلمت فعلا واتعلمت بقى SEO. ده انا خلاص انا اتفحت، انا بعمل كونتنت وبعمل SEO الاثنين تمام. ووقتها كنت بعمل حاجه وكنت فاهم اهميه ان انا انشر شغلي. ان انا كنت اخد بقى كورس من موقع اسمه مش عارف معارف، وموقع مش عارف اسمه ايه، وموقع اروح واخد الشهاده منزلها. اروح واخد الشهاده منزلها. طب ايه، انا داخل لينكد ان ده. انا اصلا يعني ايه لينكد ان اصلا تمام؟ لينكد ان ده بالنسبه لي في حيتان هناك. انا متعود على الفيسبوك. للعلم انا من ساعه ما دخلت لينكد ان انا قفلت فيسبوك. انا فيسبوك ما عنديش حد تفاعل اصلا يعني. انا ما عنديش الابلكيشن من زمان، بفتحه من اللابتوب يعني. بس لينكد ان بدخل بقى الناس كلها بتكتب بقى بالانجلش، وواحد CEO في شركه مارينا، وواحد تاني شركه بحر بار وبتاع فاهم لما شركات كده ما تعرفش تقرا اسمها اصلا. فالموضوع يعني يشدك. طب هو في الوقت ده، وده اللي بيحصل مع اغلب الناس، اللي هو يا اما انا لا انا مش تبع الناس دول مش عارف اجاريهم، هرجع تاني يا اما اكمل يا اما هكمل يا عم ماشي ان شاء الله حد يعمل لي لايك قدام يعني تمام. فاللي هو تعالى نزل بقى شغلي. فبقيت ايه وقتها، طبعا انا بكتب مقالات. وقتها المقالات لازم تبقى بمعايير معينه، معايير الSEO الصح، ولازم تعمل ريسيرش صح، ولازم ما يبقاش فيها حته كوبي منين وحته كوبي من ما تاخدش كوبي بيست من هنا لهنا، وما يكونش شبه المنافسين والكلام ده كله. فانت بتتعلم SEO بتتعلم كونتنت، وكانت دخلة الكونتنت حلوه وقتها. فكنت بكتب بقى وكتبت مقالات كتير وبنيت بورتفوليو والكلام ده كله، وكنت بنزل شغل. ومن ضمن الحاجات اللي فهمتها وقتها ان انا عشان ادخل اشتغل SEO في بروجكت
لازم يكون عندي خبره برضه في الاس او كشغل. ده مش هيكفي اللي انا فيه، ده مش هيكفي. فانت كنت بتاخد الكونتنت وتحاول انك تبتدي بالظبط. تتعلم مع وانت شغال اي سي او وتطبق وتدخل مع الاي سي او اللي بالظبط. شغال بالظبط. بتاع. هي بقى النقطة دي. تبتدي تكون الاكسبيرينس واحده واحده. بالظبط. انا بدات ادور بقى على الناس اللي ايه، مع الناس السينيورز بقى بينزلوا حاجات ان هم عملوا مش عارف ايه في الاي سي او والكلام ده، ابعت لهم انا بكتب كونتنت حلو وعندي خبره بسيطه في الاي سي او. فانت لما تحتك بالراجل ده هيبتدي يقول لك ظبط دي، اعمل دي عشان كذا، اعمل دي حاجه حلوه قوي. وفي نفس الوقت يقول لك ايه، لا انت بتكتب، المشكله بقى في الحته دي، انت بتكتب كونتنت حلو، انا عايزك معايا، بس انا عايزك كنت انا عايزك كونتنت تمام. لا تعالى، اللي بدات البدايه الاول كان اول حد فعليا بعد الشركه دي اللي قعدت فيها فتره كبيره اصلا، حد كده لسه حتى انا بذكره بالخير وبتواصل معاه يعني، قال لي انت شغلك والكونتنت بتاعك ودماغك حلو قوي وانا عايزك معايا. وقتها لما دخلت معاه كان هو بياخد بروجكتس من ناس بيجيبني انا مثلا او حد تاني معاه، ما اعرفش كان في ناس تاني وقتها ولا لا، ونساعده بقى نكتب كونتنت ونعمل له تاسكات سي او كانه عامل عنده شركه بالظبط. تمام. بس هو بقى شركه، بس هو كان بس كان بيكلمني ويقول له والله المبلغ كذا، تمام معاك تمام. انا لحد دلوقتي اول 1000 جنيه انا عندي السكرين شوت بتاعتي لحد دلوقتي، انا محتفظ بيها جدا وفخور بده. والشخص ده قال لي جمله علمت فيا لحد دلوقتي، قال لي انا لما بدات زمان لقيت حد ساعدني، فانا بساعدك دلوقتي، ولما توصل ساعد غيرك ووصيه يعمل كده. تمام. وانا لسه الفتره اللي فاتت دخلت وقلت له على فكره، انا لسه فاكر الجمله بتاعتك لحد دلوقتي، وقلت له كذا كذا كذا. ليه انا قلت له؟ دخلت في الوقت ده انا كنت منزل بوست بتاع الورد بيحب، فاهمني. وقتها ان انا الفتره دي بدخل ناس معايا، بحاول ادخلهم في مشاريع وكده ويشتغلوا معايا وبعلمهم الكلام ده كله، وبيبعتوا لي فيدباك. تمام. فانا وقت الفيدباك ده وفاهم، رحت بعته له كده، فاكر الجمله بتاعتك كذا كذا كذا، انا ساعدت ناس والناس اللي ساعدتها بدات تساعد ناس، يعني في جيل ثالث مني، جيل ثالث بعدي على طول. فيعني هو اتبسط جدا وسايب البوست عنده والكلام ده كله، يعني كان فخور ان هو عمل حاجه زي كده. اشتغلت معاه، كنت وقتها برضو بكتب حاجات كده للكونتنت، وفي نفس الوقت بتعلم تاسكات اي سي او وبعمل له تاسكات اي سي او وهكذا. وهو كان اتفاق واضح من البدايه، والله انا البادجت بتاعتي كذا وهتعمل معايا 1 2 3 في المشروع الفلاني، وبعد كده المشروع جاب مشروع تاني والمشروع جاب مشروع تاني. ليه؟ ان انا كنت بقى بسلم في وقتي. هو كان معجب قوي بالكونتنت اللي كنت بكتبه. الاي سي او طبعا انا كنت لسه مش خبره فيه، فكنت بعمل تاسك اغلط يقول لي عليه مش عارف ايه الكلام ده كله، وبدانا نمشي من هذا الخطوه. تمام. ووقتها بقى انا كنت بكتب كونتنت خلاص، يعني بدات اتعرف شويه في الكونتنت، بدات اكتب كذا واكتب كذا واكتب كذا، والمشاريع اللي معايا كنت بكتب فيها، وبدات بقى يجي لي كلاينتس وناس بتكلمني وانا شاير تاني، وده يرشحني لده وده يرشحني لده. لا انا معايا كونتنت عربي شاطر، ده بيكتب باسلوب حلو جدا، شوف ومش عارف ايه. وبدات اشتغل كتير. النقطه الفاصله اللي قبل بقى ما نتعرف فيها على بعض، كان من ضمن الناس اللي اشتغلت معاهم بقى في تاسكات الكونتنت والاي سي او كده، شخص اشتغلت معاه كان نورا محسن، كانت واخده بروجكت بتاع دروس اونلاين. تمام. هي كانت واخده بروجكت دروس اونلاين، وهي كان معاها برضو شغل تاني وكده وقتها، وكانت عايزه حد برضو ايه قوي معاها ونشتغل. انا وقتها كنت رافض ان، او حتى الان برضو رافض ان اي كتابه باسمي تنزل باسم حد. تمام. فاتفقنا، قلت لها لا ارجعي تواصلي مع احمد تاني وقولي له ان هي تنزل باسم ايه كونتنت تيم او تيم دروس اونلاين. تمام. مش هتنزل باسمي وقتها بس. تمام. فقالت لي تمام، وظبطنا الديل، اتفقنا على اسعار وبدانا ننطلق. وقتها بقى انا كنت واخد الحدث بقى وبسوي لنفسي، اللي هو تعاقد بيني وبين دروس اونلاين وبيني وبين نورا والكلام ده كله، ومسكنا كان بروجكت كبير واشتغلنا ومقالاتي بدات تنزل هناك مع شويه برضو مواقع تانية برضو جامده. مقالاتي بدات تنزل هناك وبدانا نشتغل والكلام ده، وانا كل شويه بذاكر اكتر. تمام. وقتها كنت برضو بحب اقرا كتب كتير وروايات بقى وكده، كنت بستنبط بقى الاسلوب بتاع الكتابه. تمام. ومن ضمن الحاجات الحلوه قوي اللي انا عملتها، حتى برضو موقع نورا وقتها انا كتبت للويب سايت بتاعها كام مقاله، قالت لا انت بتكتب كنت حلو، انا عايز حاجه للويب سايت بتاعي. وقتها قلت لها انا هكتب لك كام حاجه مميزه حتى من غير كيورد اللي انا هطلعهم انا كاي سي يو والكلام ده، وهكتب لك حاجه حلوه. فطبعا انت شخص كاتب محتوى، هي اصلا كاتب محتوى. تمام. قبل سي يو، فكاتب محتوى يشكر في كاتب محتوى، دي غريبه شويه. بس خد بالك، انا كنت عايز ارجع لحته مشكله ان الكونتنت بتاعك ينزل باسم حد تاني. انت المفروض تبقى متصالح مع حاجه زي كده. انا متصالح، بس اقول لك على حاجه،
هل الدماغ كانت صغيره وقتها ولا انت ستيل عايز يعني ستيل القاعده دي موجوده؟ لا السيل حتى الان القاعده دي موجوده. انا ما عنديش مشكله لو هكتب براند ينزل باسم البراند، طب ما لكن ما ينزلش باسم شخص. طب وافرض البراند ده كان بيرسونال براندنج. ماشي، ما هو لو انا بيرسونال براند خلاص يبقى ده شغلي. ايوه لا مش انت. ما انا اقول لك على حاجه، انا حمزه، انا فاهم. لو انا شخص شغال مثلا في الكونتنت في المتخصص في البيرسونال براند، وده بيحصل على فكره، انا معايا ناس. ايوه اللي انا اقصده انه ايه المشكله في ان عبد الله يكتب مقال او يكتب بوست واحمد ينزله عنده كأن احمد هو اللي كاتبه؟ طيب انا من وجهه نظري وقتها تمام، ولسه ما زلت مقتنع بيها حتى الان برضو ان انا بتعب قوي في الكونت اللي انا بقدمه، وانا برضو بتعب قوي في الفلوس اللي انا بدفعها. بالظبط. ما هو اتفاق. ايوه انا اقصد ان هو اتفاق. لو انا بالنسبه لي عادي فخلاص قشطه، احنا متفقين. طالما احنا الطرفين تمام بالنسبه لنا، انت تديني مبلغ مقابل ان انت تنزل الحاجه دي عندك. بس انا دلوقتي بنيجوشيت معاك في الفكره. هنرجع تاني للنقطه بتاع الدروس ديت ونكمل. بس ايه الفكره؟ او لو فكرك ده صح والمفروض الناس كلها تعمل كده. انا عارف انت مش بتقول الناس يعملوا كده بالظبط، انا متفاهم. انت بتقول انا عايز اعمل كده. فهل ده بيخليك تقول انا مش هكتب كونتنت لبيرسونال براند لاي حد في البيرسونال براندنج؟ ده حقيقي. واخد ده قرار. وده اقول لك على حاجه، وده عمل لي مشكله قدام اصلا. تمام، ان في ناس كتير انت كانت عايزاني انا اكتب لها تمام وتنزل حاجه عندهم باسمهم هم، وانا اللي قلت له لا. بالظبط، الديل ما كانش بيتم. تمام، وده طبيعي. خلاص انت دلوقتي انت عارف ان الرول اللي انت حطيتها لنفسك دي هي هتأثر عليك او هتوقف شويه شغل. انت ممكن تاخدهم او تعمل او خلاص هي قفلت بيبان كانت ممكن تبقى مفتوحه عادي. لا ما انا بس انت مش مقتنع انها صحيحه 100%. بص، انا بالنسبه لي انا كعبد الله كشغلي انا برضو كعبد الله، لا انا حتى الان رافض الحته دي. ليه؟ ان انا دايما بؤمن بحته ايه المجهود الذاتي والملكيه الفكريه والحاجات دي كلها. تمام. انا عارف ممكن كلامي مش حلو. ما هو لا على فكره انا مبسوط عشان انت يعني واخد وجهه النظر الثانيه. بس انت لما يبقى معاك لما عارف اللي هو ايه في هتوصل لوقت كده ان الكوست اوف تايم اللي بتعمله او الوقت اللي بيضيع في شغلك انت وبيطلع منك، لو الكوست ده بقى غالي خلاص، انت ساعتك دلوقتي بقت ب 500 جنيه والمقال عشان تكتبه انت بياخد منك 3 ساعات، فاذا الكوست بتاعته 1500 جنيه. ده حقيقي. طب ما في واحد تاني هو ممكن يكتب المقال ده بكواليتي 80% من اللي انت هتطلعها، وهياخد هو 700 جنيه بس. وانت هتضيع مراجعه على الكلام ده نص ساعه بس. فكأنك عملت ريديوس ما ده انا بقى فكرت فيه، ودي الخطوه اللي وقتها كان مخلياني معايا تيم بيستلم شغل مني على اساس ان الشغل ده طالع بتاعي انا او عبد الله اللي عامله. تمام، وكانوا بياخدوا مني جزء من المبلغ وانا باخد جزء من المبلغ مقابل المراجعه والتسليم والتعاقد وهكذا. تمام. طب ما هي نفس الفكره. ما ده انت كده شغال بمكيالين. لا ما انا اقول لك على حاجه مش حبا في الكونت اللي انا بكتبه، بس انا وقتها كل فتره في حياتي انت بيبقى ليك معتقدات معينه. تمام، انا وقتها الشخص اللي بيشتغل معايا برضو زي ما انت قلت هي اتفاق ايه بين طرفين. فالشخص اللي شغال معايا والله خلي بالك ده جاي على اسم عبد الله بخيت، هو ولا هينزل باسمي ولا باسمك، بس هو معروف ان عبد الله بخيت هو اللي عمل الحاجه دي. فانت هتسلمني كونتنت وانا هراجعه وهضيف عليه حاجات والكلام ده كله، وهيطلع بالكواليتي اللي المفروض تطلع مني انا بالظبط. تمام، وهتاخد مني المبلغ الفلاني. ده مقابل ايه؟ هو طبعا بالنسبه له ان حد جايب له بروجكت كبير، عدد مقالات في الشهر كذا والكلام ده كله جميل. تمام. بس بقى انا عايز اقول لك ايه انه نفس اللي انت قلته للشخص ده انا متفق معاك 100%. انا عبد الله بخيت براند. الفكره ان صاحب الشغل اللي بظالك الشغلانه دي هو ممكن يقول لك انا مش عايز عبد الله بخيت يحط ده في البورتفوليو، هينزل باسمي سواء كشركه او كشخص. المفروض ان انت ما يبقاش عندك مشكله زي ما هو كمان ما عندوش. هو طالما هو قال لي وانا وافقت انا ما عنديش مشكله. ايوه بس اوكي تمام، احنا متفقين. انا عارف ان في الاخر هي الاتفاق موجود، بس اسمح لي اقول لك ان انت ايه عايز تاخد الحلو من هنا والحلو من هنا صح. وده اللي انا عملته وده اللي خلاني قعدت شويه كتار في الكونتنت. ما انا هي المشكله في ايه؟ انا في البدايه خالص انا قايل لك ان هو SEO اصلا، وانا عايز
اوصل للسي او واتخصص فيه جامد جدا. تمام. واتحشرت في حته الكونتنت. تمام. وهنا بقى عندي دروس اونلاين وقتها. بعدها شويه كنت لسه تقريبا كنت شغال معاهم او في نهايه البروجكت او حاجه زي كده. حد بعت لي البوست بتاعك اللي كنت متنزله وعايز حد يشتغل معاك في الكونتنت. تمام. ان انت معاك بروجكت جديد مقالات انا عايز حد كاتب مقالات شاطر ومش عارف ايه وكده. كان الشرط بتاعك مميز قوي اللي خلاني ابعت لك. تمام. لا انا عايزه ما يبعت لي السي في وما يبعتليش بورتفوليو، يبعت لي احلى 3 مقالات هو نزلهم من وجهة نظره. تمام. الفكره مش في كده، الفكره ما بعتش احلى 3 مقالات، بس انا بعت مقالتين من دروس اونلاين ومقاله من مشروع كنت حاببهم. تمام. مع ان كان فيهم كام خطأ بسيط وكنت عارفه، بس ايه حاببهم وبعتهم. تمام. ولقيتك بتكلمني بعدها اللي هو رديت عليا على الميل. على فكره انا بعت لك على الميل وقتها ما كناش لسه اتكلمنا خالص. ورديت عليا بتاعه، واول ما دخلنا اتكلم. وهنا كانت بقى بدايه معرفه احمد حمزه. مين احمد حمزه؟ عايز اقول لك الوقت ده انا كنت نزلت مش الجبايه دي، كنت بدور على حد يكتب مقالات تاني من وسط الناس اللي قدمت. شفت الارتكلز بتاعتهم ما عجبنيش غير 2. واحده منهم بس اللي حضرت الانترفيو، الثانيه ما حضرتش اصلا. واللي حضرت الانترفيو دي عملت تيست وما عجبنيش التيست. فاصلا سوق المقالات واقع. و ما يعني يمكن اللي بحسه مميز في اللي بيكتب مقالات هو انه يبقى عارف يعتبر ان الموضوع دراسه وكانه بيعمل بحث عن الموضوع ده وبيستوفيه، مش انه بيصيغ الكلام ازاي. صياغه الكلام بحسها اسهل حاجه ممكن الانسان يعملها يعني. لكن لما طلبت قبل يعني ارجع تاني بقى اللي انت بتقوله، ليه طلبت 3 مقالات؟ عشان في الاخر لا يبقى عندي وقت اقعد ابص على بورتفوليوز ومقالات كتير. ومجرد 2-3 سامبلز لو لقيت فيهم المحتوى دسم خلاص هو ده اللي انا كنت عايزه. يعني انا كل الناس كانت بتكتب كويس، كل الناس تكتب سوشيال ميديا كويس. انا ممكن اسالك سؤال ما تكونش فاكره دلوقتي؟ ليه اخترتني وقتها اتكلمت معايا؟ بص هو انا بحب الشغل مع الرجاله عموما. وقلما لما خلاص احنا اصلا هو الموضوع في الاخر كان بدأ بتست لو انت فاكر. فخلاص طالما انت في حته يعني كل الناس مقدمه بنات والولاد كانوا قليلين، وبعدين في ولد شغله كويس. لا انت عارف انت ايه، مفيش وراك لا طبيخ ولا مطبخ ولا غسيل ولا بيبقوا في الشغل قوي. يلا بينا خالد اهو، احنا النهارده ايه؟ النهارده الجمعه. خالد عندنا تصوير النهارده، يلا بينا. بغض النظر كان بيقول لي خليه بكره، بس في الاخر مش هينفع، الراجل جاي من اسيوط بتاع عايزين ننزل، يلا بينا. فعموما بنبقى مريحين. حلو قوي. ثم ان لقيت ان المحتوى نفسه دسم. فانا اتبسطت بده. خلاص الحاجات الاساسيه، عارف انت داخل تتشيك ايه؟ رقم 1 بيستخدم الوورد عدل. اصل في ناس ما بتستخدمش الوورد عدل، يعني لما بيجي يرقم يعمل باليتس بيعملها بالوورد ولا بيقعد يعملها بايده؟ لا يعملها بالوورد. طب قلت لك كانت 3 مقالات، قلت لك اديني معاهم الكيورد بتاعت كل واحد. فانا خدت الكيورد ودخلت اشوف عامل ستافنج ولا الامور كويسه. لا الامور كويسه والصياغه حلوه وبتاع. فخلاص يلا بينا نجرب. ودخلنا بقى الانترفيو. هل كان برضو سبب من ضمن الاسباب الانترفيو؟ يعني الكلام اللي ما بعترفش بالانترفيوهات اصلا، ده كان حاجه شكليه. ما انا حسيت ان هو حاجه شكليه قوي. وقلت لي معلش فاهم. وممكن نسجل انترفيو يا عبد الله. انا فاكر الجمله دي. انا اول انترفيو حد يقول لي اسجل فيه، وعلى فكره انا احترمت ده قوي. لان في ناس تدخل تسجل من غير ما تقول لي. حقيقه انا مش فاكر انا سجلته ليه. ايه والله. مش عارف هل كنت ممكن ارجع مش فاكر كان حصل ليه. وفي الطبيعي ما بقيتش اعمل انترفيوهات بعد كده. هو خلاص في حد شغله عجبك او شايف سامبلز عجباك، يلا بينا نشتغل. والله اديتني زي اللي كان عاجبني، اوكي خلاص هنشتغل. طب ما اديتنيش شبه اللي كان عاجبني، باش اشتغلنا اسبوع، اتفضل شغل الاسبوع اهو وخلاص. فيعني انا بحس ان السامبلز اصلا يعني انا ضد ان الانسان يعمل بورتفوليو كبير. لا خالص.
انت لو حطيت، انت لو عملت لي 2 كامبينز كده بس في بورتفوليو راجل بتاع السوشيال ميديا، حطيت لي كل كامبين 4-5 بوستات كده وحطيت لي النتيجه بتاعتهم سيمبل از مور يعني اديني خلاص انت الحاجات البسيطة. وريتني انت. وبعدين بقى يا سلام لو كانت في نفس الاندستري اللي انا عايزها، ده انت خلاص انت عايز ايه تاني؟ ده انت جميل. ف... فانا كنت مبسوط من دسامه الكونتنت، ويمكن فسرت ده، يمكن انت قلت لي وقتها، بس انا كنت ناسي انك اصلا خريج ازهر وتربيه وبتاع، فالموضوع ايه، فاللي هو في حتتي قوي يعني. اللغه سليمه، وانا بحترم الناس اللغه بتاعتهم سليمه جدا. لا الموضوع ده كان حلو قوي، وخصوصا بقى حته ان انا بدات اقرا كتير وكنت بحب استنبط من القراء. يعني اكتر قارئ او اكتر روائي مثلا بحبه جدا، وفي ناس بتختلف عليه كتير، خولة حمدي. يعني خولة حمدي دي اصلا عشان اعرفها كانت قصه تانية لوحدها، بس دي يعني بنقولها بعدين. بس بدات استنبط روايتها انا. حتى كمان كان في حد بيراجع ورايا المقالات، مش عارف لسه موجود معاك ولا لا، حتى انا كان بيراجع ورايا. تمام. فجاي في مره بعت لي مقالتين، قال لي عبد الله انت اسلوبك اختلف من هنا لهنا، هو في حاجه؟ قلت لها لا، انا هنا كنت بجرب اسلوب كذا، وهنا كنت بجرب اسلوب كذا. تمام. فلا ما تخافيش، انا مش بكتب بالاي اي، انا بستخدمه في حاجات تانية اصلا في الريسيرش والكلام ده كله، فانا بعمل كذا كذا كذا، فاهم؟ فوقتها لما دخلنا مع بعض وقلت لي بقى نعمل تيست وبتاع، فبرضه الحمد لله عملنا التيست. وكان البروجكت غريب لو فاكر، غريب قوي. تفسير احلام، انا عايز تفسير احلام اللي هو تفسير احلام. ده خد بالك، دي مش حاجات غريبه، ده كان في ناحيه تانية رقيه شرعيه وجن لا مالناش دعوه بيها. ده انت ما كانش معاك حاجه غريبه. لا انا عايز اقول لك على حاجه، بجد الفتره دي انا كنت ببذل مجهود رهيب جدا في موضوع المقالات. ليه؟ ان انا كنت معتمد على الكتب، تمام، ووقتها ما كانش الاي اي منتشر قوي، تمام، وانا بس كنت عارف الاي اي، كنت بستخدمه في حاجات معينه، فاهم؟ هو ما كانش لسه اصلا، وما كانش بيقدم معلومات، ما كانش بالظبط، ما كانش تشات جي بي تي. يعني الموضوع ما كان، اعتقد كان الكلام ده قبل لا هو بدا، كان ساعتها طلع شات جي بي تي في نفس في الوقت ده، كان 2023 تقريبا طلع شات جي بي تي، وكان جيميناي في بدايته، تمام. انا كنت بستغلهم بطريقتي، تمام، بس الكونتنت بقى كان كتب دسمه. وهنا مثلا احنا الكيورد بتاعتنا تفسير حلم الضرب بالعصا، يعني لحد دلوقتي فاكر كم كلمه منهم. لحد انا لفيت بجد، وكنت بفتح الكتب ده وادور وبتاع، وكنت باعت لي انت كمان فايل فيه 5 كتب او 6 كتب، وانا كنت بجيب من مكتبه تانية اسمها مش عارف مكتبه ايه كده، كانت موثوقه برضو. والمصادر كنت موجب معاك ومديك مصادر. لا بس انا كنت بستعمل مصادر تانية خالص. الفكره في ان تفسير كذا وتفسير كذا في حاجات، بس طبعا ده بعد خبرتي بقى في الريسيرش اللي انا عملته، وفي حاجات ساعدتني قوي في الموضوع ده برضو. بعدين كان في الاي اي كنت وقتها استغليته في الحته دي، ان انا كنت برفع له الكتب واقول له قول لي رقم الصفحه اللي فيها الحاجه، تمام، فيديني رقم صفحه كذا. طبعا هو احيانا كان بيهبط، بس انا كنت بروح فاتح البي دي اف كده ومدور صفحه كذا، سطر الفلاني قال فيه العصا تفسيرها في الحلم كذا كذا او تدل على كذا وبتاع، وانا كنت اخدها من هنا واخد من هنا واخد من هنا، وكنت بحضر بقى كنت في ورق بره، تمام، واقعد قاعده كده لطيفه تك لا مش ده انا كنت بقسم الكونتنت على جلسات عشان اطلع لك المقاله بالجوده دي. انا كنت بعملها على 3 مرات. اول مره كنت بعمل اللي هو الريسيرش، ودي كانت اكتر حاجه تاخد وقت معايا، ان انا العصا تفسيرها كذا. عايز اقول لك ان الفتره دي الحمد لله كنا محققين معاهم نتائج كويسه جدا. جدا. انا على فكره واستمرت النتائج اصلا. كنا خلاص يعني انا فاكر ان احنا ريحنا شهرين مع بعض، وبعد كده رجعت لك قلت لي انا فكرتك وقفنا شغل بقى خلاص. فعلا في فتره بس كملنا معاهم شويه والامور الحمد لله كانت كويسه. انت عارف كنت زي الامور ما تبقاش كويسه. انا عايز اقول لك لحد دلوقتي في مواقع كتير او اغلبهم اللي انا كاتب فيهم المقالات اللي كنت كاتبها بنفسي لحد دلوقتي مرانكه معاه، تمام، مع انهم ما عملوش ابديت في الكونتنت. لا هو مش وقتها هو مش عايز اقول لك على حاجه. انا لو كعبد الله لو رجعت عشان اعمل ابديت في الكونتنت هتعب قوي عشان اعمل ابديت، عشان انا وقتها كنت لامم شبه المعلومات كلها. انا عايز اقول لك على حاجه، نوره نفسها لما كتبت لها في الويب سايت بتاعها 3 مقالات كنت بكتب لها عن علامات الترقيم في اللغه العربيه والاخطاء الشائعه والحاجات دي، كانوا 3 مقالات بالظبط. انا عايز اقول لك الزيارات كلها اللي جايه على الويب سايت جايه من 3 مقالات دول، ومن مقاله واحده منهم. وفي الاخر اكتشفت حاجه بالصدفه وبسطتني جدا،
ان المقالات بتاعتي بتتشير في الجروبات بتاعت الكونت على اساس ان هي ايه ريسورس الناس تتعلم منها. ريسورسز. ليه؟ يعني انا وقتها انا مقاله علامات التراكيم دي قعدت فيها 8 ايام. الكلام ده كان قبل الاي اي. قبل الاي اي طبعا. قعدت فيها 8 ايام وجبت رساله دكتوراه بتاع الدكتور في جامعه لغه عربيه كان مشهورها مش عارف على موقع كده مدونه قديمه قوي، وجبت ونزلت البي دي اف وقريته، والنقطه دي بتتحط هنا كذا، وفي الدبل كوتيشن العربي، وفي علامه الترقيم الانجليش، ودي تتحط امتى ودي تتحط امتى وتفسيرها ايه وبتاع. في ناس تقول لك النقطه هنتكلم في نقطه وفاصله وبتاع، انا بالنسبه لي لا، دي كانت حد ولما تتحط الفاصله هنا ليها دلاله والفاصله اللي تحتها نقطه ليها دلاله تانية. فاهمني؟ فالموضوع كان بالنسبه لي انا كان ممتع، انا كنت مستمتع وانا بعمل حاجه، فكنت حرفيا اللي هو ابدعت فيه واعطيت فيه كل مجهودي وطاقتي ووقتي كله. فموضوع التفسير وقتها لما اتكلمنا فيه ده فجبت الكتب، ووقتها كان بدا بقى يظهر الاي اي شويه. تمام، قول لي رقم الصفحه. تمام، كتاب 500 صفحه حرام افر فيه مش هخلص. انا بكتب 12 مقاله في الشهر انا فاكرهم لحد دلوقتي. فكذا ويطلع وافتح الكتاب الفلاني وافتح الكتاب الفلاني، خلاص المصادر اللي انت بعتها لي شفت فيها، طب تعالى نشوف مصادر تانية، تمام تعالى نعمل كذا كذا كذا. خلاص لمينا المصادر والمعلومات، فهمت الدنيا انا كعبد الله. يلا بقى انت بدماغك عبد الله صيغ ده في مقاله، اكتب مقاله كبيره. دي كانت اول مرحله خلصت. تاني مرحله بقى اللي هو يلا مرحله الكتاب، اكتب بدون اي مراجعه، بدون اي تنصيص، بدون اي دش بس طلع كل اللي في دماغك، اكتب كذا كذا كذا. طبعا انت قبل ما بتكتب تبقى خلاص محضر الحاجه بتاعتك ومحضر الاتش 2 بتاعتك كلها خلاص انت بتدش، بس بتدش في اطار في حيز. لا، وفي حته كانت حلوه قوي كنت بحب اعملها، حته الستوري تيلينج، اللي هو انا درست شويه في علم النفس وبدات ادرس في علم النفس الكتب. ليه مثلا ان انا اعمل اكتب في الوورد بريس سطر وكلمتين، وليه في دوكس اكتب سطرين ونص، وليه مثلا في كذا اكتب؟ ليه؟ ان وقتها شكلها على الموبايل 4 سطور، ونفسيا اكتر من 4 سطور هو هيعتقد ان الكونتنت كبير فهيقفله، فهيطلع منه مش هيكمل قرايه المقاله. فكنت بدرس الحاجات، فاهم؟ طلعنا بره الدنيا كلها، بس جاب اثر كبير قوي بالنسبه لي. فتعالى ونكتب. خلاص نبدا بقى ندش يا باشا، شغل القران حاجه هاديه جنبك، الكلام ده كله في وقت هادي، ويلا نكتب المقاله. طلعت معاك 1000 كلمة 2000 كلمة 3000 كلمة، انت خلاص طلعت كل المعلومات اللي جبتها، خلصت كل المصادر اللي معاك، مفيش حاجة تانية تقدر تكتبها. خلاص هو حتى احنا كنا بنتناقش في حجم المقالة، قلت لك بالظبط مش فارقة، هي مش فارقة. هو انا مش عايز دش، بس عايز حاجة مفيدة. هو الكلام طالما مفيد وصل 3000 مفيش حاجة بالظبط، مش مشكلة. ضيف، انا عايز اضيف لي محتوى. خلصت وطلع 900 كلمة ولا 800 كلمة والمقال خلص، قشطة برضه ايه المشكلة. بالظبط. ودي حاجة وقتها انا ما كنتش يعني ما كنتش متاكد منها قوي، ان انا ساعتها خبرتي في الاي سي يو ما كانتش كبيره قوي اللي زي دلوقتي مثلا، تمام، او بنفس الحجم بتاع دلوقتي. الناس بتقول لك احنا عايزين ايه. لا انا كنت كل ده بعمله مع نفسي، اللي هو بناء على بحثي انا كعبد الله، وبناء على الريسيرش والكلام ده كله. ما كنتش اعرف ان الحاجات دي ليها دراسات اصلا، تمام. انت كل ما بتتطور بعد كده في الاي سي يو بتفهم الموضوع ديب قوي يعني، وكل ده مؤثر معاك. فلا كتبنا وكده خلصنا مرحله الكتاب. اخر مرحله بقى كنت بعملها، عشان كده المقاله بتاعتي كانت وقتها غالي، تمام. انا لو قلت لحد انا بشوف ناس بتكتب باسعار بخس يعني، واي اي وحاجه في منتهى القرف يعني. المهم ما علينا. فجينا بقى في المرحله الثالثه. المرحله الثالثه دي هي مرحله المراجعه، لازم تتعدى على 3 مراحل. ما ينفعش انا كتبت المقاله ظبطت علامات الترقيم فيها ومش عارف ايه والنصوص وحجم النصوص وكده واروح مسلمها، ما ينفعش الكلام ده. لازم اسيبها ساعه ساعتين او ما اعمل اي حاجه بتاع، افصل من دماغ الكاتب وارجع بدماغ القارئ وابدا اقرا اللي انا كتبت. عايز اقول لك على حاجه بجد، مش عشان بتكلم معاك، بس انت فعلا من اكتر الناس اللي اشتغلت معاها، مع ان فترتنا كانت قليله بس اتعلمت منها كتير قوي. وخصوصا بقى لما دخلت الكوميونتي. وقتها ازاي انا دخلت الكوميونتي، تمام. الحته دي ممكن تكون نسيها اصلا، ان انا وانا بتكلم معاك قلت لك طب خلاص بقى، كان الكورس كنت عامل الكورس وقتها، قلت لك طب ما تدينا خصم على الكورس. قال انا هدولك ببلاش وهتدخلك معانا كمان الكوميونتي عشان اي حد شغال معانا يبقى موجود في الكوميونتي ده. تمام. ومن هنا دخلت وحضرت الكورس. اخدت الكورس بتاعك على فكره باك اند. الباك اند كان تحفه اصلا، استفدت منه كتير. وكان في كورس تاني بتاع البورتفوليو، تمام، ده برضو. وحضرت معانا تقريبا التدقيق لايف. والتدقيق يا لهوي، التدقيق ده انا كان نفسي بقى كان معايا الفيديو، مش عارف انت سجلته او موجود مش معايا الفيديو. بجد اليوم ده كان تحفه.
عايز اقول لك على حاجه، انا لحد دلوقتي الهمزات تمام اتعلمتها منه. يعني انا شوف انا دارس في الازهر وكنا واخدينها وبتاع، بس ما كنتش فاهمها بالشكل اللي انت شرحته. تمام. حوار المتوسطه والمنطرفه والحركه الاقوى فاهم، دي ما كنتش اعرفها، اللي هو الموضوع طلع بسيط وحلو والكلام ده. اقول لك على حد انا بعتبره كنت بذاكر منه بعض دروس النحو والبلاغه في وانا في ثانوي، اسمه طارق بنداري. تقريبا انت قلته في الفيديو، تقريبا انا قلته صح. اكتب على اليوتيوب او على جوجل سلسله روائع لغتي او سلسله احب لغتي، في بلاي ليست كده وفي بلاي ليست كده دكتور طارق بنداري او استاذ طارق بنداري. الراجل ده علام. بص انا كنت واحنا في ثانيه ثانوي، كانوا ايه، عارف انت لما حد يحب لما المدرس يحب يدينا حاجه كده يوم جاي مدينا كلمه اعراب ويكون اعرابها احنا ما اخدناهوش. طب ايه الحاجات اللي ما كناش اخدناها واحنا في ثانيه ثانوي وهناخدها في ثالثه ثانوي؟ كانت قلائل، لان اغلب النحو اخدناه في ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي بيجمع لك بقى كل حاجه. اللي كان ناقص ده كان نائب المفعول المطلق. فنائب المفعول المطلق ده كنت هقعد اسمع ايه سيرته كده ايه في ثانيه ثانوي تشوش. فرحت بقى قعدت قدام الراجل ده شرحه بطريقه، من بعدها انا خلاص بقيت خلاص انا الراجل ده من الناس الجامده جدا في حياتي. فاخدت منه بقى حاجات كتير. مش عارف تقريبا هو ولا في حد تاني برضه كنت بتجيب صورته كتير، وفي مره دخلته معاك في فيديو. لا ما اكيد ده مش هدخله. لا مش ده، بس في حد تاني انت قلت الراجل ده مش عارف علمني ايه ودخلته معايا في فيديو. بس بحب فيك حته استنباط يعني الحاجه من الناس دي اصلا. انا حرامي. بحب الحاجات دي جدا، بس لازم اقول انا سريعه من دي. بالظبط يعني فاهم يعني انا سريعه من الشخص الفلاني بس. ايوه يعني مثلا خلاص انا عارف ان مثلا دكتور ايهاب مسلم مثلا هو بيقول لك التسويق شبه الكنافه من هنا، خلاص طالما المعلومه بتوصل الناس حلو هاخدها. انت جاي سريعه كده زي ما هي يا جماعه. دكتور ايهاب كان بيقول التسويق شبه الكنافه، بيبدا من العميل ويلف ويرجع للعميل. بص شبه الكنافه ازاي. خلاص انت قلت لهم دي وقلت لهم مين اللي قالها، خلاص انت طالما بتذكره وبتاخد وهو اصلا بيبقى حابب كده. الناس دي بتبقى حابه كده، حابه ان انت تاخد خلاص انت اتعلمت منه في حته علقت معاك النجاح والفلاح خدها. فاكرها النجاح والفلاح دي كانت دكتور طارق السويدان. النجاح والفلاح دي كنت اول مره اسمعها منك، وكنت اول مره افهمها كده. وعلى فكره قلتها لكذا حد بعد كده، قلتها على فكره انا كنت في ميتنج مع احمد حمزه وقبل كده قال كذا كذا وانا ما كنتش فاهم، وفي فرق كبير فعلا بين الاثنين، وانا كنت بحاول اعمل ده بس ما كنتش فاهم ده ازاي، فاهم. ودي من الحاجات اللي بحب دايما لو جيت بصيت لها انت هنا بتشوف المصدر ايه وبعد كده انت بتكمل عليه. ايوه بالظبط. خلاص انا بما ان التسويق شبه الكنافه بيبدا من عند كذا ويروح عند كذا، اذا احنا مطلوب مننا نفهم البريف ونفهم مطلوب فده سيكشن كورس وده سيكشن كورس، ويلا بينا نكمل اللي احنا عايزين نعمله. بالظبط. انا عايز اقول لك على حاجه، الموضوع ده ان انت ترجع للمصدر وتفهمه ده موضوع مهم جدا. يعني احنا عندنا في الحديث وفي السيره وفي الامور التانية انت لازم ترجع لاصل الموضوع عشان تفهمه. يعني مثلا ده حديث دايما انا بستشهد بيه، من اكل منكم لحم جبن فليتوضا. فانت لازم ترجع لقصته، تمام، اتقال ليه واتقال امتى وايه الموقف، تمام، وايه كان غرض الحديث. يعني الحديث ده عايز يرشدك ليه. نفس الفكره برضو، المعلومه دي جت هنا ليه او ايه اللي حصل. يقول لك احنا كنا الاول قاره واحده بس وبعد كده اتفرقنا لقارات تانية. طب ايه مصدرك؟ ده لو جمعتهم جنب بعض هيعملوا قاره واحده. طب ماشي، تعالى فكر فيها منطقيا، تعالى فكر فيها باسباب تانية. فانت هترجع للمصدر هتفهم الدنيا ماشيه ازاي، الزلازل ماشيه ازاي، الامور كلها بتمشي ازاي. فانت انك ترجع للمصدر ده نفعني قوي قوي في شغل دلوقتي اللي هو الSEO. تمام. انا وقتها قعدت فتره شغال الاثنين مع بعض، ونيجي للحته بقى الفيصل اللي وقتها كنت لسه انا معاك فاهم، وكأننا فتره شغالين مع بعض. جمله اتقالت لي من حد، كان في كذا عامل. يعني عامل الحته اللي انا كنت مقتنع بيها الاول ان انا شغلي ما ينزلش غير باسمي او ما ينزلش، ده كان سبب. اصلا كنا ايه وانا كنت قايل لك انت كنت قايل لي على الجرح بقى وانا كنت متفق. على فكره انا وقتها سبت كل حرفيا، يعني كان معايا كذا براند تاني كنت شغال معاك، كلهم في نفس اللحظه، كلهم في نفس الوقت شات داون، خلاص مش
مش هكتب كونتنت تاني. وبعدين كنت اقول له بقى ايه يلا بينا نكمل، قال لي انت اتاخرت، احنا ريحنا شهرين، كنا مريحين شهرين على العريض، انت ريحت شهرين. فانا قلت بقى خلاص ايه لا ما ده شفت حد تاني وانا غيرت المجال بشهرين، راجع تقول له انا سبت المجال بقى خلاص. اللي هو فعلا انا وقتها سبت الدنيا كلها خلاص، اللي هو سبت الكونتنت كله. لا حته غيرت المجال دي كانت لسه انت رجعت لي تاني. انت كنت بتعمل ايه؟ تبعت لي 3 كلمات في الاسبوع، خلاص ابدا هنكتب ده تمام. وبعد كده ايه تغيب وترجع الاسبوع اللي بعده. اخر مره مش عارف ريحت كتير قوي. وبعد كده طب ادخل انا اصلا الصراحه، انت لو عايزني هتبعت لي تمام فاهمني. ما كناش بنتكلم اللي هو خد يا عبد الله كذا، خلاص حاضر، خلاص ادي حسابنا وتحاسبنا وخلاص خلصت الموضوع بسيط جدا. حاجه تانية برضو على فكره اتعلمتها منك او حاجتين، شكل الشيت استنبطته من الشيت بتاع شكل الشيت بتاع المراجعه بتاعت التيم والكلام ده، وبدات اطور في الشيتات عندي فعلا في المراجعه وكده. والحاجه التانية برضو اللي استنبطتها منك كنت هقولها والله ونسيتها، الا وهي ايه الحساب يوم 1 في الشهر. الحساب قلت لي عبد الله بص احنا نقفل حسابنا لحد هنا كده، وكل يوم 1 في الشهر تاخد فلوس. دلوقتي بقيت بقفله يوم 25. طيب انت بتحداني ولا ايه؟ ايش؟ لا انا معتقد ان يوم 1. والناس اللي شغاله معايا دايما بيتحطط ميزانيه كده، ان الناس بتشتغل معايا دلوقتي حتى كمان في الاي سي او في التيم والكلام ده كله. اصل انت في الاخر مالكش دعوه العميل دفع ولا ما دفعش، هو شغال معاك انت، هو شغال معايا انا وانت شغال معايا انا بالظبط. فانا مع العميل مشكلتي معاه، انا اخليه يدفع يوم 1 او اخليه يدفع يوم 10 بقى بيني وبينه دماغي بقى. ففي نفس الوقت انت فاصلا بحس ان لازم يبقى في محفظه على جنب كده، هي فيها باك اب شهر تقريبا. بالظبط، هو ده اللي انا بعمله. ايوه ده لازم حاصل خلاص. انا حتى لو حصل في الامور او حصل لا قدر الله تدهور في حاجه او الدنيا بتقع، يا جماعه ما تشتغلوش فلست هنقفل. فخلاص هنقفل دي انت هتعرفها امتى؟ هنقفل لما المحفظه دي تخلص والمحفظه دي ما دخلهاش حاجه. لكن في اغلب الاحيان انت بتلاقي المحفظه دي بتخلص من هنا، تقعد مثلا فتره شويه 10 بعد كده ممكن تلاقيها زادت قوي، تبدا تلاقيها ايه ابتدت ترجع تاني لحد ما يجي تلاقي بترجع تبدا هي بالاخر. عارف انت التمب فاريبل بتاع ايوه هي هو السوق كده على فكره. الحاجه دي هترجعنا لحاجه تانية قدام، الا وهي موضوع تاسيس الشركه تمام. بس دي هنجيبها بعد ما نخلص الجزء بتاعنا ده، الا وهو انت اشتغلت معانا بعد كده قعدت فتره ما كلمتنيش، وبعد كده رجعنا على فكره اشتغلنا تاني، ما وقفتش وقتها احنا لما انا وقفت وجيت مره واحده قلت لك انا خلاص هوقف شغل خالص. ما اشتغلناش كتير، كانت فتره قليله. كانت فتره قليله دي، ما اللي هو دي وقتها انا كنت خلاص انا متردد اخد القرار ولا ما اخدوش. القرار ده جالي منين؟ من حد كان خبره قوي في الاي سي كنت اعرفه تمام، وبعت لي البورتفوليو بتاعه والكلام ده كله، وبقول له قلت له بكل بساطه، قلت له على فكره انا بيجي لي شغل كونتنت كتير قوي وشغل سي قليل. قال لي يا عبد الله ابو بالين كداب و3 منافق، انت دلوقتي قدام الناس معروف بايه؟ انت دلوقتي قدام الناس معروف اكتر بايه؟ بالكونتنت. هم شايفين كونتنت، شايفين جوده عاليه، شايفين براندات بتكتب لها، شايفين مش عارف ايه، شايفين مقالات بتنزلها وبتشيرها تمام، شايفين بورتفوليو فيه حاجات لها علاقه بالكونتنت. ده ما ينفعش. انت عايز اس يو خلاص نقفل ده خالص، نقفل الباب ده، حتى لو اشتغلته ده يبقى مع نفسك انت تمام، ما حدش يعرف ان انت اصلا شغال الحاجه دي. فانا وقتها اللي هو خلاص انا فعلا انا داخل من البدايه علشان اشتغل سي او تمام. انا وقتها كلها كنت شغال سي او اصلا يعني مع الكونتنت والكلام ده، بس الناس شايفه الكونتنت اكتر. الناس شايفه الكونتنت اكتر. فين عبد الله مش موجود في السوق بتاع السي او اصلا تمام. لا خلاص بقى يعني فاهم، احنا جينا هنا قفلنا شكرا، وقفت كونتنت، وقفت كل حاجه، سلمت كل الشغل اللي معايا اللي كان بيجي لي منه فلوس حلوه وقتها، ونركز كل تركيزنا على الاي سي او تمام. ركز في شغلك، ركز في الاي سي او والكلام ده كله، واستلم مشاريع سي او بس. وقتها على فكره انا كان وصلت لمرحله ان انا معايا ناس في الكونتنت. انا عايز اقول لك على حاجه، انا وقتها استلمت بروجكت ابلكيشن كورسات نازل في السعوديه، وكان الابلكيشن ده كنا تقريبا لحد ما انا سبته وقفلت معاه المشروع وقتها كنا كاتبين له تقريبا 500 قطعه محتوى او حاجه تمام، واللي حاجه ليها علاقه بالكورسات والكلام ده. فكان يعني كميه كبيره جدا وكان مبلغ داخل لا وقتها خدت قرار انا داخل عشان اي سي او غير سي او. واحد الاسباب برضو اللي كانت مخوفاني قوي من الكونتنت الاي اي، الدخله بتاعت ودي كانت اول دخله اي اي تاثر فيا. دلوقتي ما بقتش تاثر فيا خالص فاهم. اللي هو انا طبعا مقتنع ان الكونتنت
او الاي اي داخل هيساعدك. في حاجات هيستبدلها تماما عشان نبقى برضو واقعيين في الموضوع ده، وفي حاجات هيساعدك فيها. الكونتنت وقتها كانت الهوجه لا خلاص مش هنحتاج كتاب محتوى، ده انا لو قلت له اكتب لي مقاله عن فاهم، فاللي هو صباح الفل يا جدعان. بس هو كان وقتها كانت هوجه بقى، وكان شات جي بي تي بقى طالع والدنيا كانت طالعه، وانا وقتها كنت بستخدم اي اي. بس مع الوقت انت سعرك غالي، والناس بتيجي تقارنك بالاي اي اللي هو تعالى انا هكتب لك 10 قطعه محتوى ب $10 المقاله $1. يعني يا جماعه مش كده يعني، فاهم. ودلوقتي انا عرفت ان اصلا الاسعار بقت واقعه في الارض، وحاجه في منتهى الزفت يعني خالص، علشان هم عايزين الناس تكتب ليه اي. بالظبط. انا عايز اقول لك حتى الان في ناس كده اللي هو، والمشكله يا ريت حتى بالاي اي طالع بجوده. يعني في ناس دلوقتي بتكتب ايه بيطلع جوده. انا من ضمن الكيسز للعلم برضو، لو ملاحظ الفتره دي بدات انزل كيس ستادي كتير. كل فتره تلاقي كيس نازله عندي على لينكدين. هو في تقريبا 15 كيس هينزلوا الفتره اللي جايه، تمس على فترات متابعه. تمام. واحد او كذا ويب سايت منهم المحتوى اللي مكتوب فيه اي اي صرف. على فكره انا اصلا كنت ببقى متضايق من الناس اللي بتقعد تقول تعالى نشوف نسبه الاقتباس قد ايه. طب سؤال يا جماعه، الاي اي لما كتب الجمله دي ايه الفرق بينها وبين ان انا اكتبها؟ بتاع الاقتباس ده اصلا بيعتمد على ايه؟ اقول لك انا قول لي بتاع الاي اي قول لي اللي بيقيس نسبه الاقتباس ده ماشي بيعتمد على ايه اصلا عشان يقول لي اذا كنت انا مقتبس من الاي اي ولا لا؟ هقول لك مش حته الاقتباس من الاي اي، حته الاقتباس لوحدها حاجه والاقتباس من الاي اي حاجه تانية. لا هو كان بيقيس يقول لك كام في المية مكتوب بالاي اي. سيبك من الاقتباس، لان الاقتباس ده ممكن يكون بيعمل سيرش على النت زي اي حاجه. بالظبط، وبيشوف الكلام ده مكتوب في ارتكل ثانيه ولا لا. حلو. ده ما عندناش فيه. انا مش مختلف معاك، والمهم ان انا ما ناخدش حاجه هي لو عايز اخد حاجه بنفس عايز اكتب نفس الفكره دي كده كده اصلا. الصفحات اللي موجوده في البيج في السيرب عموما اللي هي اول 10 نتائج ولا بتاع، انا اصلا ببقى واخد العناوين والهيدنجز بتاعتهم، ممكن ابقى واخد الفقرات بتاعتهم قبل ما اكتب. فكل ده انا شايفه. ما هو الاس يقول لعبه على المفتوح. فطالما انا كل ده مفروش قدامي وانا عايز اكتب، فطبيعي انا لو عايز اكتب انا هطلع اوتبوت اعلى من الحاجات اللي موجوده دي، وهبقى حريص على ده عشان عايز اطلع نافس معاهم. حلو. لكن كل ده ما اقتبسش منهم، ما اخدش جوه بيست، انا متفق. ماشي. بس الناس بقى اللي كانت تستخدم ادوات اللي هو ايه نسبه الاقتباس كام. انت عارف انت الادوات دي اصلا بلح. انت عارف ايوه انا عايز اقول كده هي بلح، واي حد يقول لك غير كده بيحاور عليك. انت عارف هم بيعتمدوا على ايه؟ انت لما تيجي تروح دلوقتي شات جي بي تي وتاخد منه الحاجه كوبي وتحطها عندك بس، هل انت خدت الكونتنت بس؟ لا، انت في الباك اند ورا عندك حاجات تانية. تمام. دي بتعرف انت واخد منين بالظبط. لو اي حد بيفهم كودنج مثلا هتحطها يروح فاتح مثلا التكست اللي هو الكود من ورا ويبص فيه. التول بتعمل كده. اقول لك على حاجه على الوورد او من الوورد الناحيه الثانيه ايه اللي بالظبط، او تاخدها على دوكيمنت تكست مثلا، او اللي هي بتاعه التكست النوت دي وترجعها تاني. خلاص انت مسحت الباك اند بتاعها كلها. هما بيروحوا يجربوا ياخد الكوبي بتاع شات جي بي تي يقولوا بص 100 اي اي ازاي، بص بقى كوبي تاني كونتنت تاني اهو. لا دي حاجه من ضمن الحاجات اللي بيعتمد عليها. بيعتمد على ايه تاني؟ ان الاي اي ليه طريقه كتابه معينه، ليه كلمات بيستخدمها كتير، ليه غلطات معينه بيعملها. التولز دي بتبقى متدربه عليها فبتطلع الموضوع. كل ده مع حاجات تانية ممكن يستخدموها برضه ملوش دخل. بص انا ممكن ابقى يعني ده بيحصل في الكورس كتير. يعني انا دايما بعمل تريننج لايف بتاع، فتلاقي حد جايب لي تاسك، هو انا عارف ان هو اي اي. قول لي عرفت منين؟ مش عارف، بس انا اول ما بقراه بعرف. بس لما بقراه بعرف او ايه، او انا يعني مش ده ما يطلعش من الشخص ده. فتلاقيني بقعد اساله بتاكد بقى ده ايه؟ طب انت تقصد بده ايه؟ طب احنا يا ابني كذا ولا كذا؟ طب الكلاينت ده اسمه ايه؟ طب ده الاسم هنا مكتوب غلط ليه؟ بس دي غلطه مطبعيه دي اتكررت هنا تاني، خلاص انت زنقته. فاصل الشات جي بي تي طب تمام ماشي، انا ما عنديش مشكله انك تستخدم اي اي براحتك. حلو. بس الاوتبوت اللي طالع يكون جوده معينه. سيبك باي جوده ان شاء الله بصبع رجلك، بس انت مسؤول عنه. حلو. يعني طالما انت الكلام ده بيمثلك لا عليك. يعني خلاص انا قاصد اكتب ان صوابع رجله الستة
اتقطعوا. هو كان عنده 6 صوابع؟ ايوه كان عنده 6 صوابع. خلاص انت قاصد. ما تجيش تقول لي بقى الاي اي هو اللي لا ده هم 5 بس الاي اي كتب ال6. هو انت كنت فين؟ هي دي المشكله، هي دي النقطه بقى. فطالما بيروح ويجي، لو انا عارف ان هو معمول بالاي اي توتال ومكتوب كويس، ايه المشكله؟ حلو قوي دي. انت حتى لو انت بتتكلم في حته المحتوى بس، تعالى بقى نرجع لها كده من حته جوجل بقى، ونتكلم من الجزء اللي اوريدي دلوقتي انا متخصص فيه دلوقتي. بس خد بالك، ما هو برضه جوجل او الاوتبوت اللي بيطلع من الاي اي ده معتمد عليا وعلى الاسلوب. اصل نفس الاوتبوت ده انا ممكن اخليه غير اسلوب يعمل تاني باسلوب مختلف. بالظبط. عندي كميه فاريشنز مش طبيعيه. فلو انا بتكلم في الاي اي بتاع الكونتنت المكتوب عشان اكتب مقاله مثلا، انا ممكن اطلع لك 5-6 فيرجنز من نفس الارتكل كلهم عكس بعض. ولو كلهم موجودين في ويب سايتس مختلفه هتقول ان كلهم بيحاولوا ينافسوا بعض، مش هتحس بحاجه. فاهم. فايه بقى اللي جوجل ممكن يعمله؟ انت كده وصلت لحد ايه؟ الحته الفاصله بتاعه الكونتنت. تدخل بعد كده الحته بقى بتاعه الاي سي او. ماشي. اوكي. اول حاجه في الاي سي او بنتكلم فيها اللي هي الكيورد. الكيورد دي اصلا انت لما تيجي تختارها بيبقى ليها انتنت، النيه بتاعتها. انت ممكن تكون كاتب بالاي اي او كاتب حاجه حلوه قوي. انت عارفني وعارف ان اصلا مرحله الكتابه دي جت بعد كل ده. ماشي. ما انت ممكن اللي انت كاتب اصلا حاجه لا تليق بالمنافسه في السرب اصلا، وكاتب حاجات حلوه وجوده ومعلومات اكتر من الكل. يعني مثلا ما ينفعش كلمه واحد بيكتبها وبيدور فيها على خدمه، يعني هو عايز يطلع له صفحه خدمه وانا اطلع له مقاله، تمام؟ هتوصل لحد معين مثلا في التوب 5، تمام؟ مش هتطلع تنافس بعد كده. ليه؟ ان هو جوجل هيفضل متمسك باللي فوق ده. عايز اقول لك على حاجه، ما حدش حتى الان يعرف جوجل بيطلعك اول واحد ليه ولا لا. كل دي استنباطات وتجارب. ما طبيعي، ما جوجل مش هيقول لك انا هطلعك الاول عشان كذا. هو كل فتره يطلع لك يقول لك والله انت لو اهتميت بكذا انا بهتم بكذا. تاخد توصيات وتقعد تجرب وبتشوف اول واحد عامل ايه وتبدا تعمل زيه وتعلي على شويه حاجات تانية. وده خلي بالك مشكله كبيره جدا في موضوع الاي سي او، لان دلوقتي مثلا واحد وصل لطريقه معينه شايف ان هي بتجيب معاه نتائج، اي حد تاني وصل بطريقه تانية يقول لك لا طريقتك غلط. يا عم غلط ايه يا معلم؟ مفيش حاجه اسمها غلط اصلا. انت جربت وجابت معاك نتيجه، والموضوع ده مش سبام، يعني مش حاجه جوجل بتعاقب عليها صريحه، تمام؟ فخلاص يبقى مش غلط. ما جرب. انا ليه لازم استنى حد يكون جرب عشان يجي يقول لي؟ طب عبد الله، بما انك يعني بتتجه للاي سي او اصلا او اتجهت بالفعل انا كده خلي بالك بقى لي 4 سنين شغال في الاي سي او. حلو. ايه بقى هل في فرق بين، برضو بما ان احنا بنكلم كوبي رايترز يعني، هل في فرق بين المقال اللي كان عبد الله بيكتبه قبل ظهور الجنريتيف اي اي وبعد؟ حلو. ايه الفرق؟ اقول لك انا دلوقتي، انت لما طلع الاي اي انت الريسورس بتاعك ايه؟ لا استنى، ما اقصدش من ناحيه الريسورس. لا، ما اقول لك على حاجه، ما هو ايه اللي بيفرق؟ خد سؤال، افهم سؤال. قول لي سؤال. دلوقتي انت كنت بتكتب مقال وهدفك ان هو يرانك على جوجل. ماشي. دلوقتي انت بتكتب مقال وعارف ان الناس بتسيرش على شات جي بي تي، مش بتسيرش على جوجل اكتر. ماشي. شغال، هما لسه موجودين الاثنين. لو انت كنت بتكتبه وتشات جي بي تي ده ما كانش موجود ولا جيميناي، وكتبت الارتكل ده هتبذل فيه مجهود وتعمل الهيدنجز والكي ووردز بتاعه وكلام من ده. حلو قوي. وطلعت مقال انت راضي عنه 100%. ماشي. لو تخيلنا ان شات جي بي تي موجود، رجعنا للواقع، شات جي بي تي موجود، جيميناي موجود، المقال ده هتعدل فيه حاجه ولا هتسيبه زي ما هو؟ سيرش اوف فويس هعدل فيه. حلو. ايه بقى التعديلات اللي هتعملها في الارتكل اللي انت كنت كاتبه بيرفكت وراضي عنه 100% علشان بس بقى تشات جي بي تي وجيميناي موجودين؟ حاجه بسيطه قوي، هزود حته السؤال والاجابه، مش اللي في الاخر، مش اللي في اللي في الاخر، لا، في الاجابه بتاعه المعلومات اللي انا بعملها جوه. بمعنى دلوقتي انا مثلا كنت كاتب عن علامات الترقيم، فباخد كل جزء بشرحه زي ما انا بشرحه زي ما هو بالظبط، بس هنا لازم ادخل سؤال في النص.
تمام. يعني مثلا ليه احط الفاصله مثلا في الحته الفلانيه مكان الحته الفلانيه، بدل ما انا عامله هيدنج مثلا عادي وشارح جدا، لا ادخل صيغه اسئله كتير. يبقى انا العادي بتاعي الاساس بتاع الارتكل هيبقى موجود زي ما هو، واحنا عارفين ان هو مصدر شات جي بي تي اصلا وجيميناي هو جوجل، هو او هم معتمدين على الويب عادي بالظبط ما زالوا يعني. فستيل طالما انت كاتب كونتنت ومحتواك كويس ومغطي الموضوع فهو هيفهم، بل انه هيفهم احسن من جوجل. اي بس انت بتقول اني هزود وسط الفقره تنوع في الاسلوب، وحط اسلوب السؤال وسط الكلام. اشمعنى؟ اقول لك انا، انت دلوقتي بتدخل شات جي بي تي بتفضل تسال فيه ايه اللي بيحصل تغيرات في جوجل. طب انا كتبت مقاله مثلا وبقيت مرانك فيها رقم 1 كان بيجي لي منها مثلا 1000 زياره شهريه على المقاله دي بس او على الكيورد دي بس. ليه دلوقتي بعد ظهور الاي اي الناس دي قلت؟ تمام. ان الناس ما بقتش مثلا تسيرش بالكلمه دي بنفس الشكل، بدات تسيرش بصيغه سؤال. تمام. طب هنا مثلا تيجي تقول لي ليه الاي اي دلوقتي بيطلع في الكلمات المعلوماتيه اكتر من الحاجات التانية؟ ان هو جوه. اقول لك على حاجه، ايه الفرق؟ طب انا عايز اسال سؤال بس بسيط قوي يعني، ايه الفرق بين الاي اي اوفر فيو الاجابه بتاعته وبتاعه الفيتشر سنيبت اللي كانت ظهر الاول، اللي هو جوجل نفسه ذات نفسه كان بيطلع لك مقتطف كده من الفرق ان الفيتشر سنيبت اللي كانت موجوده كانت من موقع واحد، كانت او جايبها من الموقع، من موقع واحد، من موقع واحد. واعتقد اوقات كان بيبقى فيه لا هي كانت من موقع واحد زي طريقه عمل الملوخيه مثلا، عرضها لك كده مختار موقع ويحطه. انما او انا كنت اقصد انه بيذكر الريسورس بتاعه فيها، لكن دلوقتي هو بيجاوب لا بيذكر الريسورس برضه، بس بيبقوا اكتر من واحد. بالظبط، هو بيبقى اكتر من واحد، زي ما تشات جي بي تي بيطلع لك السورسز مثلا او غيره. بالظبط، هي الفكره في كده، هو نفس المبدا بالظبط. هو جوجل هنا بس عايزين نفهم الموضوع عشان الناس تقول لك اس يو هيموت والحاجات دي كلها، فاهم البلح اللي بتدايره دلوقتي. ما فيش حاجه اسمها الاس يو، في تغيرات بتحصل لازم نواكبها ونحدث عليها. تمام. بس في حاجه مش هتتغير الا وهي الناس. تمام. الناس بتسيرش ازاي؟ انا دلوقتي مثلا انا عبد الله دلوقتي جوجل كان بيدخل في التطبيق بتاعي تمام 1 مليار واحد شهريا. ظهرت حاجه اسمها شات جي بي تي، الناس بدات تستخدمه، ففي 1 مليون واحد من عندي راحوا للتطبيق ده، فانا بقيت مليار الا مليون. فانا كده خسرت 1 مليون واحد. طيب انا اعمل ايه عشان اعوض الخساره بتاعتي دي؟ اطلع اي اي موديل تاني يقدم نفس الحاجه اللي هو بيقدمها. تمام. طب هنا هبقى انا مثلا جيت ظهرته فقللت نسبه السي تي ار. عايز اقول لك فكره التكامل اصلا اللي جوجل عاملاها ما هي اصلا اللي مميزه جوجل ومخليها مكمله لحد النهارده التكامل. وهو كمان مش السيرش انجن بس، هو انت لو جيت بصيت على السيرش انت هتحس ان هو جوجل بيكسب ايه من الابلكيشن اللي بيعمله؟ هو بيكسب منك انت. تمام. طب تيجي وكمان ايه، هو محوطك من كل ناحيه. يعني انت ايميل هتلاقي جوجل ايميل، فاهم؟ ماب انت بتستخدم. عايز اقول لك رغم ان الكواليتي مش بتبقى احسن حاجه طبعا، يعني انا عارف انه ببقى فاتح شيت دايما وخلاص انا نسيت المعادلات. يعني ما بقيتش بقعد احفظ معادلات ولا في لوك اب ولا مش عارف ايه ولا كويري. ما بقيتش انا بعتمد على الشيتس دايما زي ما انت شفت مثلا بتاع والله انا حتى برضه بس انا بعتمد على الشيتس على طول. وبعدين انا نزيه برضه يعني مثلا عارف انت بعمل شيت مثلا لسنه قدام ومش عايز الايرورز تبقى ظاهره على الشهور اللي لسه جايه مثلا، فعايز الفانكشن بقى بتاعت ايز بلانك وايف ايرور فانا الاول كنت بتعب في ده علشان اقعد اظبط شيت زي دوت ويبقى شكله حلو عاجبني، واللي كاتب قدامها التاريخ يبقى ظاهر زيرو، واللي مش كاتب تاريخ ما يظهرش حاجه، مش عارف ايه، حاجات بسيطه. بس انا بقيت جاي واخد سكرينايه كده روح رازعها على شات جي بي تي اعمل الحاجه دي ازاي. لا في العمود ده، مش في العمود ده. بص انا عايز اعمل معادله هنا تجمع التوتال ريزرفيشنز، والتوتال ريزرفيشن تيجي من الشيت التاني هبعت لك صورته دلوقتي، راح كده في السكرين شوت تاني بعتها. هي دي بقى الحته اللي بتميز الاي اي بجد. أيوة. ان هو بيرد عليك لشخص لوحده. أيوة. الحاجه بتاعتك انت. ايوه بيقوم جاي باعت لي المعادله. مين اللي هيقول له لا تلافى الايرور والبتاع ده، وخد بالك مش عايزه تظهر لما التاريخ يبقى موجود عشان يطلع المنظر اللي انا عايزه. انا اللي هقول انت هتقول له كل ده، هو هيشتغل. بس
بس هو اشتغل بناء على البرومبتس بتاعتي وطلع لي اللي انا عايزه. يعني هو في الاخر مش طلع لي اللي هو عايزه، بيطلع اللي انا عايزه. فكذلك في الكونتنت. بتتعب معايا قوي تقول لي ده انت غبي عدل دي. على فكره عايز اقول لك على حاجه، هو مثلا يقول لك دي مش عارف ايه وهتعملها كده كده تعمل صح، هو اصلا بيقول لك غلط، هو بيقول لك بجد معلومه غلط. هيسوحني عادي بقى، احنا بنتسوح. بس لو انت عارف انت عايز تعمل ايه وانت فاهم، لا الموضوع هيفرق كتير. وكذلك في الكونتنت، انا عارف ان الكونتنت يمكن ما بيبانش يعني يعني اللي هو ايه، هو كل اللي هو بيكتبه كده هو شاطر في الكتابه، فهتلاقيه بيكتب لك كونتنت وبيطلع لك اوتبوت والدنيا ماشيه كويس. بس انت لو مش فاهم اصلا ورا الموضوع، انت الاوتبوت ده مش هيبقى كويس بالظبط. راضي عنه. ده اللي هو كده يقول لك ايه دلوقتي، انا خبير في الحاجه دي تمام، وهو اصلا ما جربش. طب ما تجرب بايدك الاول. ايوه بالظبط. دي نقطه بقى، عشان دي بتحصل عليها مشكله وجدال. وانا دلوقتي خبير، انت بتعمل ايه؟ انا بعرف اعمله. انت مش عملته كام مره ولا عملته كام مره صح؟ لسه كنت شايف بوست واحد بيقول ايه، انا بيتكلم على الكورسز اللي معايا او الشهادات او مش عارف، كان بيقول عارف ايه، يقول لك معايا جيميناي شات جي بي تي. كورس اي سي دي ال. لا هي على فكره والله العظيم طلع مهم كورس اي سي دي ال. المهم ان الناس تاخده لحد النهارده، في ناس بجد مش عارفاه. يعني هو مهم، بس انا مش على قديمه بقى، يعني مهم على تاخده على جوجل بالظبط. يعني تذاكر شيتس انا عايز اقول لك على حاجه، ان الشركه اللي انا فيها دي بعاني ما بنتعاملش في اي حاجه ليها جوجل، عامل مايكروسوفت بس وتيمز بقى وبتاع وباوربوينت والحاجات دي، فاهم؟ فانت اوريدي انت محتاج اي سي دي ال عشان تعرف تتعامل يعني. على فكره هو يعني عادي. اقول لك على حاجه، هو مهم الفئه اللي هي الفئه اللي هي في البدايه دي، الوورد والبرزنتيشنز والشيت، مش هقول لك بقى اكسس بتاع بس وورد اكسل باوربوينت على الاقل تعرف تنافيجيت كده وتكتب وتكبر وتصغر، تبقى فاهم دي علامه ايه ودي علامه ايه. مش هقول لك بقى ايه لازم يعني انت مش ديزاينر يعني، هو مش بتاع الديزاينرز برضه، بس يعني الحاجات الاساسيه اللي فيه لا هتخدمك وانت بتعمل حاجه. انت عايز تعمل لنفسك حتى بورتفوليو، عايز تبعت فايل لحد فيه حاجه، عايز تعمل عايز تكتب مثلا دخلك اللي داخل واللي خارج، عايز جدول. طب هتعمل ايه؟ هتقعد تكتب في ورق ودفتر وبتاع؟ لا الموضوع المهم نرجع لحته الخبير تاني. حته الخبير دي اللي هو انت عملت التاسك كذا مره بايدك تمام، عامل زي عايز اشبهها لك بحاجه حلوه كده، اللي هو النجار مثلا. النجار استخدم الشنيور القديم ده، بيعرف يستخدمه حلو قوي، فطبيعي لما نديله منشار خشب منشار كهرباء حديث هيعرف يستخدمه حلو قوي قوي تمام. لكن انت دلوقتي مش عارف تنشر بالمنشار العادي، لما اديك الكهرباء هتبهدل الدنيا. ايوه قبل ما تيجي كنت متاخر علينا انت. معلش انا اسف، باجي لكم من اخر الكوكب. من اخر الكوكب الناس ليه يعني جاي من اسيوط؟ لا جاي من اسيوط فعلا. كنا قاعدين فبقول لخالد انا عايز اجيب استابلايزر، عارف الاوزمو اسمه ايه يا خالد؟ هو الاوزمو ما اعرفش بقى، عارف استابلايزر وعارف اسمه بيقولوا عليه حاجه تانية كده اسمها جيمبل. تمام. فقلنا انا عايز اجيب جيمبل وما اعرفش انا هعمل بايه ولا هزود بيه الفلوس، بس انا عايزه. فبيحكي بيقول لي انا اصلا كنت اول مره استخدمته احسن من صاحبي اللي هو اللي كان مأجره منه وبتاع. بيقول لي انا اصلا بحاول بقالي كتير وانا بصور بايدي اطلع نتيجه قريبه جدا منه، فلما جيت استخدمه لا النتائج راحت في حته ثانيه. فهو نفس الكونسبت اللي بتتكلم فيه بالزبط. انت لما تكون بتستخدم خلاص انت عارف انت المفروض تعمل ايه وعارف تروح بالكاميرا ازاي وتجيبها منين، فانت لما يبقى في ايدك بقى تقول بتسهل عليك الكلام ده، لا انت هتلاقي نفسك بتعملها بسهوله جدا. بالظبط، هي نفس الفكره، هي نفس كل حاجه، هي التول معموله ليه تستخدمها صح. انت دلوقتي بايد كنت بتكتب مثلا الكونتنت بياخد منك بحث وريسيرش ومش عارف ايه وحاجات تانية وتحضير، دلوقتي هياخد ساعه بالظبط. كنت بتطلع انت كنت بتطلع افكار
بتقعد تسيرش في صفحات بقى وكورسات ومحتوى وكتب عشان تطلع افكار. دلوقتي ممكن بسؤال يطلع لك افكار، بس انت اللي كنت بتختار الفكره دي زمان، فانت برضو اللي هتختار الفكره دي دلوقتي، مش اللي قالوا لك ده تحط. هي الفكره ما هي الا اداه بتساعد. انت الشخص، انت اللي لازم تكون فاهم. ماشي، بس لو هرجع تاني، التغيير اللي انت كنت بتقول انك هتعمله في المقال هو بسيط. فكره انك تضيف الاسئله عشان الناس بقت بتسيرش الاسئله، والاسئله دي تدخل ضمن الاي اي اجابات بتاعته يعني. وان الاي اي ممكن يقول لك بعد كده زي مثلا جيميناي دلوقتي، واحيانا شات جي بي تي يطلع لك لينك المصدر او حاجه، فاهم؟ فهو بيبقى جايب الحاجه دي منه ليك على طول. اما هو بقى بيبقى متميز في ايه والناس هتبقى تستخدمه بكثره في ايه؟ الا هو الحاجات زي اللي احنا قلنا عليها، اللي هو حاجه معينه خد سكرين شوت حط دي، فاهم؟ اكتب لي. عايز اقول لك على حاجه من ضمن الحاجات، مثلا عايز اترجم حاجه مش عارف اترجمها بالانجلش، روح واخدها سكرين شوت ترجم. بيخنصر اوقات، بس لازم هو بيخنصر، لازم تبقى صاحي. بيخنصر بس عشان ابقى ماسك المعلومه الاساسيه، انه المقال هزود عليه اسئله في الفقرات. اوكي طيب، والاسئله ديت احاول ان ادخل فيها الكيورد الاساسيه اللي الناس بتسيرش. وحاجه تانية اقول لك عليها مهمه جدا، انت هنا مش بتارجت كيورد بس، انت بتارجت توبيك. ايوه تمام، علشان نبقى بس فاهمين الموضوع ده كله. الناس هتقول لك ما انا بطلع ال اس اي والريليتد والكلام ده كله، ده جميل، بس انت بتارجت هنا توبيك. انت بتارجت توبيك كامل تدور عليه في كل حاجه. تمام، ايه ال اس اي كلمات حسب انت بتسميها ايه بقى، ريليتد. التوبيك ده في الاخر بقى انت شفت انه هيطلع في بيلر وشويه وكلاسترز وبتاع، طلع اللي انت عايزه، قسمه المقالات براحتك، بس واعمل انترنال لينك وظبط. تبقى عارف ان المقاله اللي بتكتبها ديت المفروض انك تبقى مغطي بيها جزئيه معينه او توبيك صغيره معينه، انت عارف انها هتغطي الحته دي كويس. اقول لك على حاجه تانية، ان انت ممكن يبقى الاي سي او اللي شغال مطلع لك كيورد معينه ويقول لك هي دي اللي احنا عايزين نرانك فيها، انت بترانك في كل الكلمات التانية اللي لها علاقه بالتوبيك ده ومش بترانك بدي. هو جوجل شافك كده، شافك مميز في دول. طب ما دي انا حاططها كذا مره في المقال، حاططها في العنوان، حاططها في الاتش 1، حاططها في الاتش يعني هو مش ايه. هنا المنافسه دي عليها حاجه ودول عليهم حاجه تانية، فطلعك في دول وسابك في دي. تمام، فعشان كده انت لازم تتارجت التوبيك. لازم انت حتى برضو ككاتب محتوى لما تجيلك الكيورد تاخدها تسيرش بيها، تشوف الناس اول حاجه اللي ظاهرين ايه، فاهم؟ تجيب لو بتاع السي او ما جابلكش ريليتد، انت تدور بنفسك شوف ريليتد ايه، افهم الموضوع من كل جوانبه وابدا اكتبه. تمام، ويبقى فاهم انا لو حطيت دي هنا ليه ولا حطيت دي هنا ليه وهتبقى مفيده ليه. ودايما ابقى حاطط نفسي في الاخر مكان الشخص القارئ. دلوقتي الناس بقى خلقها ضيق، انا ازاي اوصله ان هو يقرا المقاله 1000 كلمه 2000 كلمه 3000 كلمه من غير ما يطلع من الصفحه؟ دي حاجه تانية في الاس اسمها باونس ريت وبتاع، ان هو يدخل الصفحه ويطلع والنسبه بتاعتها كام والكلام ده كله، ودي بتاثر من ضمن العوامل. يعني هو مش الكونتنت بس او مش جودته بس هي اللي بتاثر، لا الاس يو برضه ليه عوامل كتير جدا غير التكنيكال، غير الحاجات دي، غير الاي تجربه المستخدم اليو اكس واليو اي والكلام ده كله، كل دي عوامل كتير. ايوه، هو في الاخر مسؤول عن حته معينه. خلاص انت مسؤول عن حته بس هي العمود الفقري. يعني انت لو الويب سايت بتاعك بيطير في الجو من السرعه وشكله احلى حاجه في الكوكب والمحتوى ضعيف جوه، مش تمام انا عجبت بالشكل رحت طالع مش داخله تاني. عايز اقول لك على حاجه، ان من ضمن الحاجات اللي جوجل بتقيسها، انت دخلت على الويب سايت ده قبل كده وبعد كده انا طلعته لك قدامك اول واحد، انت تجاهلته وبدات تدخل على اللي بعده واللي بعده. طب ليه؟ في فقد ثقه هنا. انت هنا دخلت وما عجبكش الموضوع فطلعت تاني. واحنا بندور على المسلسلات التركي تبقى عارف ان الويب سايت ده ما بيشتغلش. عايز اقول لك على حاجه، انت تعرف اذكى حاجه بتتعمل ايه دلوقتي؟ اللي هي بتاعت المسلسلات دي، المواقع اللي هي بتاعت الافلام والمسلسلات، ليه هو بيقدم لك حاجه انت بتدور عليها فيذلك لحد ما يديها لك. بص دوس 3000 نقره هنا، دوس هنا، استنى 10 ساعات. عارف بتفرج على انمي دلوقتي على ناروتو بتاع ابن ناروتو، معرفش تعرف مش حلو قوي؟ ناروتو احلى بكتير. ناروتو احلى بكتير كتير صح. ناروتو انا سمعت كام حلقه صراحه ما تابعتش. لا لو كملت هتندمج. ماشي. المهم ما انا اصلا يعني بس يعني كان جاي بعد ديث نوت وحاجات اقوى، بس انا عارف ان هو تعبان. المهم فانا بتفرج عليه على الويب سايت، مسيبه في تاب على الموبايل كده. اما بخلص بخلع من يعني اسيب التابه موجوده وافتح غيرها وهكذا عشان يفضل موجود واعرف انا واقف. بعمل الحركه دي كتير. وعملت وبالمناسبه عملت بروسس نفسي ان حتى لما اسيب الحلقه لازم اسيبها وانا مخلصها عشان ادخل اللي بعدها. لا، وافتح اللي بعدها بس من غير ما اشغلها. عشان لما ارجع اشغل على طول.
المهم خلاص انا بقيت عارف ان انا ايه، هدوس تكه وارجع، تلاقي صبعي نزل بشكل تلقائي لتحت عشان يرجع، عشان فتح موقع، ادوس تكه التانية راجع، اروح اكبر، خلاص انا عارف ان هم 6-7 تكات علشان يشتغل، فخلاص هو هي فعلا بتعمل كده. بقول لك هو الفكره كلها في إيه؟ انت خلاص انت داخل جوه عشان حاجه معينه، فهو عارف ان انت داخل عشان حاجه معينه، وروح اعمل فيو على اليوتيوب وبالظبط فاهم اللي هو هنا ويسوحك روح يلا يا فقير اللي معكش فلوس تجي تتفرج لا على حاجات ويبعتك على موقع مراهنات، ويبعتك مش عارف على ايه، ويظهر لك مبروك كسبت ايفون بقى فاهم وبتاع، فاللي هو وفي الاخر انت تفضل موجود برضه جوه. فاهم ليه؟ ان انت تدخل جوه عشان حاجه اللي جوه، هو نفس الفكره، انت دلوقتي داخل لك واحد تاني بس الباونس ريت طبعا هو مش همه بقى باونس ريت، هو مش همه، هو واحد بياخد فلوس على الكليكس وشكرا. بالظبط، هو مش هاممني ان انا باونس ريت باون ضحك مش هتفرق خلاص انا ايوه مش همه فعلا. خلاص انا ظهرت ومليون واحد عرفني خلاص، فالمليون دول حفظوني بالاسم، بيسيرشوا عليا بالاسم، انا اسمي اصلا ببراند، الناس تدخل عندي وخلاص، الناس تدخل تعمل اللي هي عايزاه فاهمني. فهي الفكره كلها في. وبعدين حتى لو انت الباونس ريت ماشي ده في اول كام كليكايه، بعد كده بتدخل جوه تسمع حلقه نص ساعه، انت موجود جوه لبسات نص ساعه فهنا جوجل بيحصل له ايرور اصلا، ان هو انت طلعت 700 حلقه بالظبط فاهم 720 انت مبيت معاهم في الويب سايت. فالموضوع بجد الكونتنت هو العمود الفقري، وبعد كده شويه الرتوش والحاجات التانية بقى والاستراتيجي، وانت تحلل سلوك المستخدم، واستخدم بقى كلاريتي وبوست هاج ومش عارف ايه، وتسمع الريكورد. تعرف ان احنا اصلا عندنا تول بنسمع بيها نعمل في الشاشه بتبقى متسجله فيديو لليوزر اللي داخل عندنا اصلا كلاريتي وبوست هاج فاهم. فانت انت اصلا بتتفرج على الفيديو، ودي من ضمن الحاجات اللي بقى السيشن بتاعت اليوزر هو جوه الويب سايت دي لازم تتفرج عليها، ودي بتميز شخص عن شخص تاني، ان انت بعد كده وصل لك عدد مستخدمين، فانت عايز تعرف المشكله فين. انا مثلا بيدخل لي عدد 1000 زائر محدش فيهم بيعمل كليك، فانت تدخل تشوف طب هم طلعوا منين في بالظبط، طب هم طلعوا ليه من الحته دي تمام. فانت تبدا تحلل بقى، فتقول لي بتاع الكونتنت لا انت في الفقره الفلانيه عايزك تزود لي حاجه كمان فاهمني. انت مثلا لا تظبط البوتون بدل ما هو محطوط في الحته الفلانيه تحطه في الحته الفلانيه، وتعمل بعد كده اي بي تيست. وانت كل ما تتطور في مجالك وتذاكر اكتر، تذاكر اي سي او وتذاكر تكنيكال. عايز اقول لك على حاجه، انا ليه بحب مجال اي سي او؟ ان هو مجال متشعب ومتطور دايما، بيخليك تتعلم حاجات كتير انت ممكن تشوف ان هي مالهاش علاقه. يعني انت مثلا تروح تاخد كورس يو اي يو اكس، يا اما انا مالي ده مجال تاني لوحده، لا بس لازم يبقى عندك معرفه عنه تمام. تروح تبدا تاخد اساسيات برمجه، طب ليه اساسيات ولا هتفيدك فيها عشان تعرف تقرا كودينج وتعرف تشوف المشكله اللي في الكود ايه والكلام ده كله. تروح مثلا تاخد اساسيات فوتوشوب مثلا ولا الحاجات دي، تبقى فاهم الصور تصميماتها ازاي، ابعادها ايه، مش عارف ايه الكلام ده كله. كونتنت طبيعي تروح تاخد كورس كونتنت عشان تفهمه تمام. فعشان تفهم الكونتنت بيتكتب ازاي وليه مهم لليوزر والكلام ده كله. وتروح بعد كده تدرس اعلانات، طب هو بتاع الاعلانات بيعمل ايه وانا بعمل ايه، طب ما احنا الاثنين بنتارجت كيورد تمام، اللي هو جوجل ادز عشان بس ما حدش يفهمني غلط. وهو برضو بيتارجت يظهر في كيورد وبيدفع عليها فلوس، وانا في نفس الوقت بتارجت كيورد والعميل بيدفع عليها فلوس اللي هو ليا انا وللكونتنت عشان نظهر. ايه الفرق بين الاثنين؟ طب واقدر اجمع بين الاثنين ازاي واطلع باعلى كواليتي واعلى فاليو للشغل بتاعي عامل ازاي؟ يعني انا بيجي لي عملاء كتير على فكره تمام، باجي اتكلم معاهم اقول له انت البيزنس بتاعك ايه ولا ايه، انت بتعمل ايه بالظبط تمام. يعني لسه عميل مكلمني امبارح والكلام ده، بيقول لي ان انا عندي ورشه، عندي مغسله تمام، وعايز اشتغل لها اعلانات واي سي او ومش عارف ايه. ماشي، انت اللوكال اي سي او حلو قوي بالنسبه لك، انت بتارجت الناس في المحافظه بتاعتك، هتحسن شويه حاجات بسيطه وبتاع وشويه نصايح وكفايه عليك كده على ورشتك. روح اعمل اعلانات سوشيال ميديا حواليك، روح اعمل اعلانات سوشيال ميديا حواليك وخلاص. لا انا عايز اعمل ويب سايت وبتاع، طب خلاص ماشي، طالما هتعمل ويب سايت وهتكبر بيزنس، انت عندك بيزنس بقى خلاص. احنا طلعنا بقى من حته اللي هي الحاجات البسيطه دي، احنا دلوقتي بنفكر في بيزنس. انا دلوقتي لما يجي عميل يتعاقد معايا كاي سي او، بقول له انا بتعاقد بالوان يير، بالسنه، بقسم لك 4 كوارتر، وكل كوارتر 3 شهور، وبيبقى ليه خطه معينه وبتاع. ليه انا بحلل البيزنس بتاعك؟ انا ممكن اقعد شهر احلل البيزنس بتاعك، افهم بقى مين منافسينك بالظبط، كاتبين ايه، بيعملوا ايه، مش عارف ايه، بيعملوا عشان يوصلوا للناس دي، مين اللي جاي لك، انت بتارجت مين، ايه الفئه بتاعتك، مش عارف ايه الكلام ده كله. وابدا اكلمك بقى كبزنس، واحط لك الاستراتيجي، ونبدا نمشي خطوه خطوه خطوه. الاي سي او ما فيهوش اسرار، في بس تجارب، مش هقول لك اسرار، هي في تجارب تمام.
يعني مثلا انا من ضمن الحاجات عامله جدل الفتره اللي فاتت دي، كنت منزل كاروسيل عن تجربه انا جربتها، ان انا حطيت كونتنت بالكود باستخدام جي تي ام جوجل تاج مانجر على الويب سايت وخليته يظهر. تمام. ليه؟ كان ليها غرض معين. فايدته ايه؟ كان ليها فايده معينه. الناس كلها سابت كل ده ودخلت تقول لي على فكره اللي انت عملته ده غلط ومش احسن حاجه يا عم انا جربته ورنكيت بيه وجبت الراجل مبيعات قد كده، غلط ايه اصلا؟ انا جربته قعدت شهر بجرب. تمام. واستعنت برضو بصديق ليا والكلام ده كله، وسالت هنا وجربنا وبتاع وما ظهرناش بالشكل الكويس لحد ما ظهرت وجوجل قراها بشكل كويس وبتظهر لليوزر والكلام ده كله. هل اقول لك ان ده صح؟ لا يا عم مش صح، ما تعملوش. بس انا هنا من خلال لينكد ان منصتي، تمام، بتاعتي انا البروفايل بتاعي بقدم لك تجربه انا عملتها فخلاص. طب انا ايه اللي خليني اعمل اخر كيس ستادي دي؟ كانت 32 صفحه. تمام. اللي هو عامل كيس ستادي 32 بحكي كل حاجه فيها بالتفصيل، وجربت كذا وجربت كذا وجربت كذا في خلال بروجكت معين، ومن خلاله وصلته للنتيجه الفلانيه. تمام. مش بذكر اسم البروجكت ولا النيتش بتاعه بالظبط، فاهم، عشان ما يتعرفش والكلام ده كله. بس عامه انا بقول لك والله انا جربت كذا كذا كذا. طبعا هي تبقى ماركتنج ليا ان بتجيب لي عملاء وكل ده، بس برضو فاليو، فايده للناس اللي بتقرا، بدليل الناس كلها يعني وصلت 150 ولا 160 لايك مثلا، وفي منهم بتاع 80 واحد عامل له سيف الفايل ولا 90 واحد. ليه؟ ان هو حاجه مفيده، وفي نفس الوقت انا بشير حاجه تجربه، والناس شاركتني لا ده انا جربت دي وعملت مشكله معايا. طب ليه؟ انا جربتها كذا كذا، خلاص خدت التجربه بتاعت حد، استفدت. لكن ما تجيش بقى تعمل عليها الخبير وتيجي تقول لي غلط وصح. يا عم ماشي، تعالى انصحني، تعالى قول لي بطريقه معينه جربت يا عبد الله كذا، ماشي ونتناقش. انا على فكره من ضمن الحاجات اللي بحبها قوي ان انا بدخل في حتى الاول كنت بعملها في الكونتنت، دلوقتي في الاس يو، ان انا علاقتي كويسه بالناس اللي شغاله حواليا، وبحب دايما ادخل استشارات. في ناس تقول لك لا اخبي معلومه ودي اللي بيتميزك، ولو حد عرفها هيطلع يرانك عليك. يعني كده بلح، يعني انت بتقول اذا كان لديك فكره بالظبط. يعني لا اذا كان بيبدا ازاي، اذا كان لديك تفاحه وكان لدي تفاحه واعطيتك التفاحه بتاعتي واعطيتني التفاحه بتاعتي، اصبح لديك تفاحه واحده ولدي تفاحه واحده. اما اذا كانت لدي فكره ولديك فكره، تمام، واعطيتك فكرتي واعطيتني فكرتك، كل واحد معاه فكرتين دلوقتي، اصبح لكل منا فكرتين. حكمه جميله جدا. حكم الذئب اسمه ايه بالظبط، محارقه مش عارف اسمه ايه. واضح ان ايه اننا خلاص بنخلص ماشي. فانا حابب اشكرك على هذا المشوار. انا مبسوط ان انا اصلا جاي عشان اشوفك، ومبسوط قوي واتفاجئنا بالبودكاست اللي ما كانش متحضر. والله انا كمان مبسوط ويعني مبسوط وسعيد الاثنين. فشكرا جدا على وجودك النهارده، وباذن الله تتكرر بقى مره تانية. انا مبسوط جدا، وعايز بقى حاجات تتشير على اليوتيوب عشان نشوفها. لا مش البودكاست، حاجه من الكورسات عشان انت محتكرهم للمستر مايندز بس. تمام. يا باشا الناس اللي بره دلعنا خسر دلعنا شت خلاص هدفع الاشتراك وادخل تاني. باذن الله. شكرا لحسن استماعكم، ونعمل شبه اليوتيوبرز بقى عشان انا ما كنتش بعمل كده كتير. لو كنت بتسمعنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، ولو كنت بتسمعنا في حته تانية اعمل شير ولايك، ولو ما عملتش فخد بالك هتلاقي الحلقه دي بتجري وراك يوم القيامه. تعرف ان الشيطان منعك لو وصلت لحد الوقت اللي احنا فيه ده. شكرا جدا يا عبد الله. تسلم يا رب. شكرا ليك. السلام عليكم. وعليكم السلام.